تخيل معايا يا صديقي إن العالم بيجيب آخره وبينهار وبيعم الخراب والدمار والمرض في كل مكان، ومن أجل حظك إنك بتنجو من كل المهزلة دي كلها، وكمان بتكتسب نظام يحميك من كل ده. بس اللي عمرك ما تتخيله إن النظام ده يمنعك إنك تنقذ أهلك. بس أنت هتسكت يا صديقي؟ لا والله، كل ده وأكتر هنعرفه مع حكاية يوهان صاحب نظام الإغلاق التام. وكالعادة قبل ما نبدأ يلا بينا كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك الجميل اللي بيشجعنا نستمر. ويلا بينا نبدأ في سرد الحكاية. انهيار العالم ونهايته جملة كبيرة جدا، مجرد ذكرها قلبك بيخاف ويترعب. تخيل بقى إنها تبقى حقيقة والعالم كله بينتهي بجد. وهو ده اللي حصل بالظبط مع بطلنا. في يوم من الأيام بتظهر علامات نهاية العالم، وبتقوم حروب بين البشر وبيموت الآلاف المؤلفة منهم، وبتنتشر الأوبئة والأمراض في كل مكان. ده حتى الأكل والشرب بيبقى محدود ونادر جدا وجوده. وطبعا كل الأخبار في التلفزيون بتتكلم عن نهاية العالم، والسبب الرئيسي في دمار العالم ونهايته هو ظهور وحوش شبه الوحوش اللي بتبقى موجودة في ألعاب الجيمز. وطبعا انتوا عارفين السيناريو المتعارف عليه في الروايات والقصص. ظهور وحوش يبقى هيظهر أبطال خارقين، أو بمعنى أصح بشر بيحصلوا على مميزات تقدر تخليهم يقفوا قدام الوحوش دي. بس برضه في الروايات والقصص بيكون البشر أقوى من الوحوش، لكن الواقع طلع عكس الروايات، لأن الوحوش هي اللي أقوى من البشر دلوقتي. فبالتالي البشر اللي حصلوا على قدرات خاصة ما كانوش قادرين ينقذوا العالم من نهايته. وبعد 3 أيام من أحداث نهاية العالم بيظهر بطلنا يوهان وهو قاعد جوه بيته وعمال ياكل في الشيبسي ويشرب بيبسي وتحس ولا على باله أصلا، وبيكلم نفسه وبيقول: أيوة أيوة، العالم لسه ما انتهاش، أنا لسه عايش أهو. أي نعم، أنا عايش لوحدي في شقة مساحتها 100 متر، بس أحسن من إني أبقى في الشارع زي أمي وأبويا وستي وجدي. وتقريبا أنا أصلا عايش في الشقة ديت من ساعة ما والدي أخد قرض من البنك واشتراها. أنا مش عارف كان لازمتها إيه أصلا. حد قال له إنه مولود وفي بقه معلقة دهب؟ ليه يروح ياخد قرض من البنك ب 200 مليون يوان ويرهن كل ممتلكاتنا وأصولنا عشان شقة زي دي؟ ومش بس كده، ده عايز يفضل حابسني فيها لمدة سنتين كاملين. كل ده عشان نتمتع بالمزايا الضريبية اللي هترجع لينا من شرائها، ويا ريتها خلصت لحد كده. ده أنا كمان بقيت محبوس فيها بالإجبار بعد ما تم الإعلان عن نهاية العالم. وبيبص في تليفونه وما بيلاقيش شبكة برضه، فبيتضايق لكن على طول بيتنهد وبيستسلم للواقع اللي هو واقع في أمه ده. ومرة واحدة بيسمع صوت وحش عمال يقاقي وبيخبط بيته جامد جدا، لكن ما بيقدرش يدخل، وبيبان كأن في غلاف جوي محيط بالشقة بتاعته. والوحش مش بيستسلم فبيحاول تاني، لكن برضه مش بيعرف. وبيظهر في اللحظة ديت رسالة من النظام إن في وحش مش مسموح له بالدخول عايز يدخل. ورسالة تانية تم تفعيل الإعلان النهائي، إعلان المنزل السلبي المستوى الأول، وميزته إن مفيش أي حد هيقدر يدخل البيت غير بإذن الحاكم اللي هو يوهان بطلنا. وبيهدى يوهان بعدها من الرعب اللي كان فيه وبيقول: الحمد لله أنا لسه عايش. صحيح أنا لسه عايش لحد دلوقتي بسبب القدرة اللي أخدتها من النظام بعد نهاية العالم وهي الإغلاق النهائي. وبيتضايق وبيحبط جدا وبيقول: برغم إنه سايبني عايش لحد دلوقتي بس هو برضه محاصرني، وده طبعا بسبب إنه ممنوع نهائي أخرج من البيت ولا حد يدخل لي. المشكلة إن الوضع ده مش هينفع لأني مش قادر أعمل أي حاجة نهائي. ده حتى الأكل والشرب اللي عندي قربوا يخلصوا، والتلاجة الأكل اللي فيها أكيد هيبوظ. ده أنا عايش على الوجبات اللي أمي الله يبارك لها عاملاها لي وشوية النودلز دول، بس خلاص قربت تخلص برضه، ومش هقدر أخرج حتى أجيب أي أكل من بره. يعني في النهاية أنا ميت ميت، اجده ميت وجده ميت، أخاف من إيه؟ وبيقطع تفكيره النظام بيعرفه إن اصطاد وحش الكياكن صاحب المستوى 23، وقدرت كمان إنك تزود خبرتك وتزود مستوى مهارتك. بيتصدم يوهان وبيقول: إيه؟ مين؟ وربنا ما عملت حاجة. وبيقوم يبص من الشباك بيلاقي الوحش اللي كان بيهجم عليه من شوية ميت، والغيلان متجمعين حواليه بيكونوا مبسوطين جدا وطايرين من الفرحة بسبب الأكل الجاهز اللي جاي لحد عندهم. أما يوهان بقى لسه مش مصدق اللي حصل ده،
وبيقول لنفسه هو مات بسبب إنه خبط في بيتي جامد كده، والنظام حسب إن أنا اللي خبطته، وبيبعت ليه النظام في اللحظة ديت: لقد حصلت على مهارة جديدة، ولقد استوفيت الغنائم القريبة المتطلبات، وتم حساب الغنائم من صدق الأخير، وتم إيداع 2 مليون و200 ألف يوان في محفظة الإغلاق النهائي. وطبعا يوهان على الله حكايته مش فاهم أي حاجة. والأحلى بقى إن الكهرباء رجعت من تاني، وبيبعت ليه النظام إنه بقى في المستوى الثالث وزادت مهارته، ومن ضمنهم مهارة الحفاظ على الكرامة المستوى الأول، وميزتها إنه هيستعيد نص وظائف المنزل عشان يقدر يعيش حياته بكرامة. كل ده ويوهان مصدوم أصلا، وبيركز شوية كده وبيطير من الفرحة وبيقول: نص وظائف المنزل والكهرباء رجعت، معنى كده إن المية جت. يا معفن عايز تستحمى. وبيطلع يجري على المطبخ وبيفتح الحنفية بيلاقي فعلا فيها المية، وبيجري على البوتاجاز بيلاقيه يشتغل أخيرا. بيفضل يعيط من الفرحة وبيقول: الحمد لله دي رجعت تشتغل زي ما كانت شغالة قبل نهاية العالم. وبيروح يمسك تليفونه وبيقول هو كمان يشتغل مع اللي اشتغل ولا لأ، بس بيلاقيه زي ما هو ما فيهوش أي شبكة. بيحبط شوية لكن بيلمح بعينه حاجة بتلمع، وبيبص عليها بيلاقيها فلاشة، فبيروح يحطها في اللاب وبيفضل يتفرج على الصور وهو صغير مع أمه وأبوه، وبيتحمس جدا وبيقول: أنا لازم أرجع عيلتي لبيتي هنا مهما كان التمن. وبيروح يقف في الشباك وبيقول: بس إزاي؟ أنا مش قادر أخرج من هنا. وبتجيله رسالة من النظام مكتوب فيها المتجر، تقدر تشتري أي حاجة بسعرها الأصلي من خلاله، وتقدر تضيف أي حاجة ليه، ومعاك في محفظتك الرقم اللي قلنا عليه من شوية. ما أنا مش هفضل كل شوية أقوله بقى. المهم بقى يوهان مش بيبقى فاهم حاجة، وبيدوس على المتجر ده وبيحاول إنه يخرج على أساس إنه هيروح يشتري طلبات بقى، بس النظام بيعرفه برضه إنه ممنوع من الخروج. فبيحبط كده وبيقول: زي ما توقعت، أيوة مهاراتي زادت بس برضه مش هقدر أخرج من هنا. وبيبص حواليه وبيقول: أنا فهمت دلوقتي حاجة مهمة، وهي إن كل ما اصطاد وحوش أكتر مستواي هيرتفع ومهارتي هتزيد أكتر. ممكن ساعتها أحصل على مهارة أقدر من خلالها إني أخرج من البيت، بس برضه في مشكلة: أنا هقدر أصطاد الوحوش إزاي وأنا محبوس جوه البيت ده؟ ومن سبع المستحيلات كمان يحصل زي ما حصل المرة اللي فاتت. وبيفضل يفكر مع نفسه وبتجيله فكرة، وبيبص على العفاريت اللي تحت البيت وبيقول: أنا أقدر أصطاد من العفاريت دول. وبيروح يجيب إزازة مية وبيرميها من الشباك، فبتعدي الحاجز الموجود وبتخرج فعلا. فبيفرح جدا يوهان وبيقول: زي ما توقعت، أنا أقدر أحدف أي حاجة بره البيت، في الحالة دي بقى أنا هستخدم ده. وبيمسك في ايده دمبل وزنه 3 كيلو وبيبص تاني على العفاريت فبيلاقيهم ماشيين. بيتضايق جدا وبيقول: لا استنوا، اوعى تمشوا، انتم املي الوحيد. وبيحدف عليهم الدنابل بكل قوه وبيقول: ارجوك اصطادي حد فيهم. وحظه وحش لانه مش بيقدر يصطاد ولا عفريت واحد فيهم. وبيتوتر وبيحبط جدا وبيبص على الدمبل التاني وبيقول: مفيش قدامي غير ده، وما اعتقدش ان عندي حاجه تانيه ممكن احدفها عليهم، وبرضه انا مش جامد قوي عشان اشيل الشاشه ولا الكمبيوتر احدفها عليهم. وبيرجع ليه الامل من تاني بعد ما بيشوف ان العفاريت اتعصبت عشان حدف عليهم الدمبل وطلعوا يجروا على بيته. فبيفرح جدا وبيقول: انا دلوقتي اقدر اخلص عليهم بكل سهوله لان المسافه بقت قريبه جدا. وبيفتح نظامه وبيقرر انه يجرب حاجه كده جت في دماغه، وبيضيف الدنابل اللي معاه في النظام، وبيقول: هو أنا ممكن أقدر أشتري زيها من المتجر؟ وبيطلع اللي بيفكر فيه صح. ومش بس كده يا صديقي، ده قدر كمان إنه يشتريها بسعرها الأصلي اللي كان مشتريها بيه أول ما جابها. فبيفرح جدا لأن الأسعار بقت أضعاف مضاعفة بعد إعلان نهاية العالم. وبيقرر إنه يشتري مجموعة، وكل مجموعة بتتكون من 2 دمبل مع بعض، وأول ما بيشتريهم بيظهروا جنبه. فبيفرح جدا وبيقول: أيوة بقى كده هقدر اني اصطاد براحتي. وبيحدف الدنابل على العفاريت وبيقدر انه يصطاد واحد فيهم، وبيبعت ليه النظام في اللحظه ديت انه اصطاد عفريت من المستوى السابع. وتم زياده الخبره وتم ايداع 3345 يوان في المحفظه. فبيفرح جدا يوهان لكن العفاريت مش بتفرح وبيفضلوا يشتموا فيه، وهو بكل حماس بيحدف عليهم الدمبل التاني بس مش بيقدر يسيب حد فيهم. فبيشتري على طول 3 اجواز من الدنابل تاني وبيفضل يحدف عليهم، وبيقدر انه يصطاد اكتر من واحد منهم. فبيفرح جدا لكن النظام بيبعت ليه رسالة تخزين المنتجات من تاني. فبيستغرب ويقول: اما شوف ايه حوار التخزين ده. فبيدوس عليه وبيظهر ليه رسالة تانية: هل تريد تخزين الدنابل؟ فبيدوس نعم، وبيختفي الدمبل من ايده وبيظهر انه اتخزن في المخزن ويقدر انه يستدعيه تاني في اي وقت. بيطير من الفرحة وبيقول: ايوه بقى، ده انا دلوقتي جات لي حتة خطة جامدة جدا. وبيروح على الشباك وبيفتح النظام وبيغمض عينيه وبيقول: استدعاء الدنابل.
وبتفضل الدنابل تخرج من المخزن وبتقع على العفاريت وبيموت جزء كبير جدا منهم وبيطير من الفرحة زي العبيط. وبيفضل النظام يبعت ليه إن تم زيادة كمية كبيرة من الخبرة وتم إيداع 54,660 يوان في محفظتك. ده ولعة معاك على الآخر يا عم الحاج، ده أنت ما طلعتش عبيط ولا حاجة. المهم يوهان مستحيل يضيع الفرصة ديت عليه، بيروح على المطبخ وبيفضل يضيف الأكل في المخزن وبيملي العشر خانات المتاحة بالأكل بكميات كبيرة، وبيكون عبارة عن الدمبل ومية ونودلز ورز وبيض ولبن ونوع تاني من النودلز وزيت وطماطم وصلصة، وتفضل معاه فلوس 2 مليون يوان. وفي اللحظة ديت يوهان بيلاحظ إن في يوان مختفي مش عارف راح فين. بتهزر، قول إنك بتهزر، مركز مع اليوان الوحيد ده وسايب الملايين اللي معاك؟ ده أنت تنفع وزير اقتصاد ياض. المهم بقى بيقول لنفسه إن اليوان ده أكيد اتخصم بسبب الخدمات اللي شغالة في الشقة زي التلاجة والكهرباء والمية، وبيتضايق جدا وبيقول كده مش هينفع، انا لازم اصطاد اكتر. الغيلان الحقيره ديت هربت بسرعه قبل ما اصطاد عدد اكبر منهم، وبيبص على الشباك وبيقول انا مش عارف دلوقتي هقدر اصطاد وحش تاني ازاي. هو مفيش اي غول غبي كده يعدي من هنا. ومره واحده بيظهر قدامه الامل اخيرا لما بيشوف الكياك مطير قدامه، فبيفرح جدا وبيروح يجيب مرايه وبيربطها بسلم وبيطلعهم بره الشباك. وطبعا المرايه بتعمل انعكاس ضوء الشمس وبتقدر تلفت انتباه الوحش، واول ما بيشوفها الوحش بيجري يهجم على يوهان عشان ياكله. وطبعا زي ما انتم عارفين انه مش هيعرف يدخل من الشباك، ويوهان بيكون فرحان جدا ان خطته نجحت وانه هيقدر يصطاد ويزود خبرته ومستواه بسرعه. لكن المرة دي بتكون مختلفة عن المرة اللي قبلها، لأن الوحش مش بيموت من الخبطة دي وبيفضل يصوت في وش يوهان، ويوهان بيخاف منه وبيبقى مش عارف يعمل إيه معاه، خصوصا إن الوحش بيتحرك من مكانه وبيفضل يحوم حوالين الشقة. وبيبعت ليه النظام رسالة إن في وحش غير مصرح ليه بالدخول بيحاول إنه يدخل. بيتوتر جدا يوهان وبيبقى مش عارف يعمل إيه وهيقدر يقتل الوحش ده إزاي، وبيفتح المخزن بتاعه وبيدور فيه على أي حاجة ممكن تساعده، وبيكلم نفسه وبيقول للأسف النظام بيحسب الغنايم لما بتكون في جثة جنب البيت بس، وعشان كده ما قدرتش اخد جزء كبير من الغيلان اللي قتلتها، وكمان بسبب ان اللي عاش منهم كانوا بياخدوا الجثث اللي ماتت معاهم وهم بيهربوا. انا مش عارف اتصرف ازاي في موضوع المسافة اللي بيني وبين الجثث ده، ودلوقتي انا لازم اقتل الوحش دوت من اول ضربة عشان يقع جنب البيت واقدر استفاد من اصطياده. وبتقع عينيها على كلمة زيت، وبتيجي ليه الفكرة وبيشتري 10 ازايز من الزيت وبيروح يحط حل على النار وبيفضي فيها الزيت كله وبيخليه يغلي، وبيمسك عصايه وبيربط فيها حته قماش وبيبلها بالزيت ده، وبيغلي الزيت وبيفتح المخزن بتاعه وبيضيف فيه الزيت المغلي وبيمسك الولاعه وبيولع في حته القماش اللي على العصايه، وبيروح ناحيه الشباك وبيشوف الوحش واقف له فوق الشباك، فبيفتح المخزن فوقيه وبيستدعي الزيت المغلي فوق دماغه وبيسلخ الوحش بيه، وبيحدف عليه بعدها العصايه اللي مولعه وبيولع في الوحش وبيقول له موت يا لعين، وبيبص على الوحش اللي بيولع وبيقول ايوه بقى الخطه نجحت اخيرا، وبيقع الوحش تحت البيت على طول وبيفضل ينازع لحد ما بيموت. وبيبعت ليه النظام ان تم اصطياد وحش الكياكن صاحب المستوى 27 بنجاح، وتم ارتفاع مستوى المهارة واكتساب مهارة جديدة، ورسالة تانية بوجود غنيمة تستوفي الشروط المطلوبة للتسوية، وسيتم الآن تسوية الغنيمة دي. بعد ثواني بيجيله رسالة تانية إن تم الانتهاء من التسوية وتم إيداع 9 مليون يوان في محفظة الحاكم المطلق. يا جماعة هي الأرقام دي حقيقية؟ ايه الرقم اللي بيطير العقل ده؟ ده حتى يوهان بيبقى مش مصدق الرقم اصلا ومصدوم وبيقول 9 مليون؟ لا ثانية واحدة، دول تقريبا 10 مليون يوان. وما بيلحقش يفوق من الصدمة، النظام بيبعت له رسالة تانية ان تم استيفاء الشروط وسيتم الان توسيع المنزل. وبتحصل هزة جامدة جدا في البيت ويوهان بيخاف جامد جدا، لا كمان بيحس ان في حاجة غريبة بتحصل له هو كمان، وفجأة عينه بتتحول وبيقدر انه يشوف حاجات غريبة. ده بيقدر انه يشوف العمارة اللي ساكن فيها وبيشوف ان في ناس كمان عايشين جوه الشقة دي. المهارة ديت مش سالكة خالص يا عم النظام. المهم بيشوف في شقة من الشقق ديت اب وام ومعاهم طفلين، فبيتصدم وبيقول ايه ده، هو لسه في حد عايش معايا في العمارة دي؟ وبيتعب جدا وبيبقى مش فاهم ايه اللي بيحصل له، وعينه بترجع لطبيعتها وبيظهر ليه النظام معلومات عن الأسرة دي، وبنعرف ان الأب اسمه جون وفي أواخر الثلاثينات، والأم اسمها يون وبرضه في أواخر الثلاثينات، والبنتين نيون وسيون 7 سنين و3 سنين. وبيبعت ليه النظام بعدها رسالة ان تم العثور على كائنات مستوفية لشروط الانضمام، هل تريد منحهم الجنسية؟ كل ده ويوهان بيبقى مش فاهم ايه اللي بيحصل.
وبيقول هو أنا لو ما اديتهمش الجنسية ديّة إيه اللي ممكن يحصل لهم؟ بيرد عليه النظام في اللحظة ديّة وبيقول له إن اللي مش هيحصل على الجنسية ديّة هيطرد من البيت، هل أنت متأكد من إنك لا تريد منحهم الجنسية؟ بيتوتر جدًا يوهان وبيقول لنفسه أنا لو ما اديتهمش الجنسية دلوقتي هيطردوا من البيت والوحوش هتاكلهم، وبيمنحهم كلهم الجنسية، وبيدخل بعدها يشوف مهارة العين اللي أخدها ديّة إيه مميزاتها، وبيعرفوا النظام إن مهارة العين المطلقة ما فيش دبة نملة هتقدر تتحرك في البيت غير لما يكون هو على علم بيها. بيدخل بعدها يشوف مهارة جنسية المواطنين دي، وبيعرف إن تم منح الجنسية ل4 أفراد من ضمن 600 شخص، ومفيش حد يقدر يدخل البيت إلا بإذن الحاكم اللي هو يوهان يعني. بيتصدم يوهان وبيقول 600 فرد مرة واحدة مش كتير جدا كده على البيت، وبيدوس على النافذة بتاعت جيون فبيلاقيه في المستوى التاسع ونسبة الثقة بتاعته 24%، والقدرة المستيقظة لا توجد، ومعدل توزيع الخبرة صفر، ومعدل توزيع المال برضه صفر. بيركز على معدل توزيع الخبرة والمال وبيقول هم دول أقدر أشاركوا فيهم صح؟ وبيفرح وبيضحك بغرور وحماس وبيقول هو أنا المفروض كده أبقى قوي صح؟ معنى كده إني هقدر أتحكم في المقدار اللي أنا عايزه من الخبرة والفلوس. وبيفتح النظام وبيقول له هو أنا ممكن أديله مهمة ينفذها دلوقتي، وبيلاقي فعلا إنه يقدر يديله مهمة في وقت محدد، وفيه مكافأة كمان لو خلصها وفي عقوبة لو فشل فيها. وبيقرر إنه يديله مهمة اصطياد غول وبيديله 148 ساعة لتنفيذ المهمة، والمكافأة جزء قليل من الخبرة ومفيش عقوبة. وبيغير رأيه تاني وبيغير العقوبة وبيخليها الموت. يا ابن المجانين، لا ثانية واحدة كده هو غير رأيه خلاص ومش هيديله المهمة أصلا. وبيقعد يفكر مع نفسه وبيقول معنى الكلام ده إني أقدر أقتل أي بني آدم في أي وقت أنا عايزه؟ إيه القوة الغريبة دي؟ وبيقرر إنه يستخدم مهارة عينيه العين المطلقة تاني ويتجسس على جون وعيلته ويعرف عنهم معلومات أكتر، وبيقدر يشوفهم ويسمعهم وهم بيتكلموا. وبتكون هيون بتتخانق مع جون وبتقول له لا طبعا أنا مستحيل أوافق إنك تعمل في نفسك كده، أنت بتخاطر بحياتك. بيرد عليها جون وبيقول لها مفيش في إيدي أي خيار تاني. بتهدى وبتقول له هو فيه مكان أصلا فيه مية؟ فبيقول لها وهو خايف ومتوتر في محل جنبنا وأكيد هيكون فيه مية، أنا هروح وأتأكد بنفسي. وبنته الصغيرة سيون بتقول لأمها أمي أنا عطشانة جدا. بينفعل الأب وبيقول لها أنا لازم أروح وإن شاء الله هرجع لكم بالمية، خلي عندك ثقة فيا. بتستسلم هيون لقراره لأن ما بيكونش في إيديها أي حاجة تعملها. وبيشوف يوهان كل اللي حصل ده وبيوقف مهارة العين وبيقول لنفسه ده الوضع طلع أصعب مما كنت أتوقع، أنا لازم أعمل حاجة قبل فوات الأوان. وبيدخل على المتجر بتاعه وبيطوره للمستوى التاني، وبيقدر إنه يشتري 20 سلعة وبياخد كمان خصم 10% على أسعار السلع اللي في المتجر. فبيفرح بده وبيقرر إنه يغير مخططاته وإنه هيركز الفترة اللي جاية في تطوير المتجر وتخزين الأكل والشرب بكميات كبيرة ويوفر الفلوس عشان خدمات حفظ الكرامة. وبيقول أنا مش عارف هقابل ناس قد إيه فلازم أكون مستعد عشان أقدر أساعدهم. وبيطور المتجر للمستوى الثالث وبيحصل على ميزة من التطوير ده إنه يقدر يحول الحاجات القديمة لجديدة. وبيتطور كمان مهارة الإغلاق التام في حفظ الكرامة. وبيقول لنفسه أنا لو قدرت أوفر للجيران مية وكهرباء أقدر إني آخد منهم خدمات قصادها. وبعد ما بيتطور الإغلاق التام للمستوى الثاني بتتفتح ليه ميزة جديدة وهي إضافة تابعين. بيستغرب من الميزة الجديدة دي وبيقول يعني إيه إضافة تابعين ليا. وبتنتقل بينا الأحداث لعند جون وبنشوفه مجهز نفسه وشايل شنطة عشان يخرج من البيت وبيودع عياله وبيقول لهم خلي بالكم من نفسكم وإن شاء الله هرجع لكم في أسرع وقت، عايزكم تحموا البيت لحد ما ارجع ليكم. وبنته الكبيره بتعيط وبتقول له انت خارج فعلا يا بابا؟ فبيقول لها ايوه يا حبيبتي لازم اخرج عشان اجيب لكم ميه واكل، لازم تسمعوا كلام ماما وانا مش موجود. بتنهار البت وبتزعق وبتقول له ازاي هتخرج ده في وحوش بره. وبتفتكر لحظه ما كانت بتلعب هي واختها بره البيت وظهرت الوحوش وهم خافوا منها وطلعوا يجروا جم ابوهم وامهم وانقذوهم منهم ودخلوا استخبوا جوه البيت. وبتحاول امهم انها تهديهم وبتقول لهم كل حاجه هتبقى كويسه ما تخافوش. وجون اصلا بيكون حاسس ان دي اخر مره هيشوفهم فيها لكن مش بايده حاجه، لو فضل برضه كلهم هيموتوا، لكن لو خرج في احتمال يقدر يجيب ميه وينقذهم كلهم. وفجاه مره واحده بيسمعوا صوت حد بيخبط على بابهم وبيموتوا من الرعب. وبيتكلم اللي بيخبط وبيقول لهم انا اسف ممكن تفتحوا لي الباب. جون بيبقى خايف لا يكون وحش وبيقدر انه يتكلم ويهجم عليهم فبيرفض يفتح الباب. وصوت الشخص دوت بيختفي مره واحده فبيطمن شويه وبيقول هو مشي ولا ايه، لكن هوب مره واحده بيتفتح الباب عليهم وبيترعب جون وبيجري يحضن مراته وعياله وبيقول له ارجوك ما تاذيش عيالي. وبيظهر ان اللي فتح الباب عليهم هو يوهان. وبيتوتر جون وبيقول له انت مين؟
فبيرد عليه يوهان وبيقول له أنا اسمي يوهان وأنا جارك ساكن في البيت اللي جنبك، أنا جايب ليكم مية واستفندي، ممكن نتكلم مع بعض بعد ما تاكلوا؟ بيهدى جون شوية وبيقول لنفسه ده شكله شخص طيب وجاي يساعدنا، وبيقول ليوهان آسف اتفضل ادخل، وبيدخل فعلا يوهان والبنات بيكونوا خايفين جدا منه، وبيقول لنفسه هو أنا للدرجة دي رعبتهم؟ وبيبص على الشقة بيلاقي الستاير كلها نازلة على الشبابيك، فبيقول كويس جدا هم عملوا كده عشان ما يجذبوش الوحوش ليهم، بس المكان ضلمة جدا خلينا الأول نشغل الكهرباء. هو بيبص على السقف وبيعمل بعينه كده وبيجي النور على طول، وبيطلع إزازة مية من الشنطة وبيقول لجون اتفضل شرب الأولاد الأول، وبياخدهم منه وبيديهم للبنات، وبيفضلوا يشربوا البنات لحد ما بيتعبوا من كتر الشرب، صغننين يا عيني على الأحداث دي كلها. وبيطلع يوهاني الاستفندي وبيديه ليهم عشان يطمنوا ليها أكتر، وبتاخدها منهم أمهم وبتقشرها وبتأكلها لهم، وبيفرحوا جدا الأطفال بيها. وبيبعت ليه النظام في اللحظة ديت إن العيلة كلها ثقتهم زادت جدا فيك، وثقة سيون بالذات بقت أكتر من 50% ووصلت ل 57%، ودلوقتي تقدر إنك تسجلها كتابع ليك. بيبص لها يوهان وبيقول للأسف هي لسه صغيرة جدا، مش هتكون مفيدة ليا لو سجلتها كتابع لأن عدد التابعين قليل جدا، مسموح ليا إني أضيف 10 أشخاص بس كتابعين ليا. أنا دلوقتي محتاج حد زي جون عشان يقدر إنه يساعدني ويعمل اللي هطلبه منه، بس أعمل ده إزاي؟ هو لسه ثقته فيا 31 بس، أنا لازم أعمل حاجة أكبر عشان أخلي ثقته تزيد فيا بسرعة. وبيقطع تفكيره جون وهو بيشكره على اللي عمله معاه ومش عارف يرد له جميله ده ازاي. بيبتسم ليه يوهان وبيقول له احنا ممكن نتكلم بخصوص الموضوع ده بره. وبيطلعوا بره وبيسألوا يوهان هو انت حصلت على جنسيتك؟ فبيفتح جون نظامه وبيقول له ايوه فعلا حصلت عليها انا وعيلتي من نص ساعه. فبيقول له يوهان وحسيت بايه اول ما حصلت عليها؟ فبيقول له جون جسمنا كله اتجمد في مكانه وما كناش عارفين نتحرك لشويه من الوقت. فبيستغرب يوهان وبيقول لازم اخلي بالي بعد كده وانا بدي لحد الجنسيه. وبيكلم جون وبيقول له انا اقدر ارجع ليك ولاسرتك حياتكم زي زمان. بيتصدم جون وبيقول له بجد؟ فبيقول له يوهان واقدر كمان احميكم من الوحوش وما اخليش الوحوش تهجم عليكم نهائي. بيفرح جدا جون وبيقول له بجد ازاي ده؟ فبيقول له يوهان ده شغلي انا بقى. فبيحبط جدا جون وبيقول له واكيد ده مش هيكون بالمجان وهتطلب مني حاجة في المقابل صح؟ فبيقول له يوهان أيوة طبعا وممكن كمان حياتك تتعرض للخطر فلازم تفكر كويس الأول قبل ما توافق، ها هتوافق؟ فبيقول له جون أيوة طبعا موافق، أنا كده كده لو أنت ما كنتش جيت أنا كنت هخاطر بحياتي عشان أنقذ أسرتي وما كنتش عارف ساعتها هقدر أنقذهم ولا هخسر حياتي بلا هدف. فبيقول له يوهان تمام كده احنا متفقين. انت فاكر اول مرة ظهرت فيها الوحوش كانت امتى؟ فبيقول له جون ايوه طبعا، هو في حد هيقدر ينسى اليوم ده؟ ظهرت آخر الأسبوع اللي فات، أنا لحقت على آخر لحظة إني أنقذ أطفالي وأدخل أستخبى جوه بيتي. بيفكر يوهان مع نفسه وبيقول معنى كده إن كل اللي ما خرجش من بيته في اليوم دوت لسه عايش. وبيقول لنفسه العفاريت أصلا مش قوية قوي، ممكن أي حاجة تخلص عليهم بسرعة، لكن للأسف سلاحهم الوحيد هو إنهم بيمشوا مع بعض في مجموعات زي حال البشر بالظبط، عشان كده أنا لازم أكون لنفسي جيش. وهو بيبص لجون وبيقول له أنا من هنا ورايح محتاجك تساعدني في التدوير على الناجين. وبيروح يوهان بعدها البيت وبينام على سريره وبيفضل يفكر في اللي حصل، وبيشوف إن ثقة عائلة جون فيه عمالة تزيد أكتر، وبيقول لنفسه أتمنى لو قدرت أضم ناس أكتر يساعدوني ألاقي عيلتي وأرجعهم للبيت. وبيقطع تفكيره صوت صويت وحش في الشارع وبيروح يبص عليه، فبيلاقي مجموعة من البشر بتتحارب مع الغيلان وبيخاف جدا عليهم، هو بيبقى عايز يساعدهم بس بيبقى مش عارف ازاي، لكن بيتصدم لما بيلاقي ان مجموعة البشر دول اقوياء جدا وقدروا يخلصوا على الغيلان بكورة ومضرب بيسبول وقوس، وبيخاف منهم الغيلان وبيطلعوا يجروا كمان. ويوهان بيبقى عايز يلفت انتباههم ليه وبيحدف ليهم اكل من الشباك، وهم بيخافوا الاول لكن بيطمنوا اول ما بيشوفوه بيشاور لهم من الشباك، لكن في الاخر برضك مش بيعبروه وبيسيبوه وبيمشوا. وبيوصل في اللحظة ديت جون وبيكون شايل صندوق في ايديه وبيروح يفتح له يوهان وبيجي يدخله، بيرفض النظام انه يدخله الشقة لان التابعين المسجلين بس هم اللي يقدروا يدخلوا الشقة. بيستغرب جدا جون ويوهان من اللي حصل ده، فبيطلع يوهان يكلمه بره وبيديله جون الصندوق وبيعرفه انه فيه كل الادوات والاسلحة اللي هيحتاجوها في قتالهم مع الغيلان. بيشكره يوهان وبيفتح المخزن وبيخرج 5 ازايز ميه وخمس علب من الرامن، وطبعا جون بيتصعق من اللي حصل قدامه ده، وبيحط يوهان الحاجه في الكرتونه وبيقول لجون ممكن تروح تحط الكرتونه ديت في الدور الاول عند المدخل. بيتوتر جدا جون وبيخاف وبيقول له ايه الدور الاول؟ مش ده هيكون خطر كبير جدا عليا؟ بيطمنه يوهان وبيقول له ما تخافش،
أنا لاحظت إن الغيلان بتتحرك بالنهار أكتر، وبيقول لنفسه أنا لازم أخلي الأشخاص اللي بره دول تابعين ليا بأي طريقة، وبيكلم نفسه وهو واثق من نفسه وبيقول بما إن البشر أول حاجة بيدوروا عليها الأكل والشرب، وإحنا أصلا في مجاعة بسبب نهاية العالم، فأكيد هم أول ما يعرفوا إني عندي أكل فيطلعوا يجروا عليا على طول. وبيرجع يكلم جون وبيقول له معلش أنا عارف إنك خايف لأن الموضوع فيه مخاطرة كبيرة جدا عليك، بس أنت لازم تساعدني عشان أنا في دماغي حاجة معينة. بيقول له جون وهو متوتر وخايف يعني أنا كل اللي مطلوب مني إني أسيبها في الدور الأول وأمشي صح؟ بيقول له يوهان أيوه، فبيوافق جون وبيقول له تمام تمام مفيش مشكلة، وبيستأذن منه عشان يمشي، فبيشكره يوهان وبيبقى مبسوط منه وبيقول لنفسه أنا لازم أعمل حاجة عشانه، وبيفتح نظامه وبيديله مهمة جديدة وبيخلي المكافأة جزء بسيط من الخبرة. فبيستغرب جون من الإشعار اللي جاله ده، ولما بيقرأ الرسالة بيستغرب أكتر وبيقول ليوهان إيه دي؟ فبيعرفه يوهان إن كل ما يعمل حاجة هو طلبها منه هياخد قصادها خبرة. فبيتفاجئ جون وبيقول له زي ما بيحصل في الألعاب يعني؟ فبيقول له يوهان أيوه حاجة زي كده يعني، وأنت دلوقتي في المستوى التاسع، يعني أكيد هتاخد نسبة خبرة كويسة، وأول ما مستواك يرتفع أكتر هتكسب أكتر. وجون بيكون مستغرب من اللي حصل ده لكن بيتبسط وبيتحمس وبيقرر إنه يروح يخلص المهمة بسرعة عشان يشوف هياخد إيه طبعا. وبيمشي وبيركب الأسانسير وركبه أصلا بتكون بتخبط في بعض من الخوف، وبيوصل للدور الأول وبيخرج بره العمارة والدنيا بتكون ضلمة من حواليه، وبيشوف في اللحظة ديت خيال الشباب اللي قدام العمارة وبيفتكرهم وحوش وبيموت من الرعب والخوف، وبيطلع يجري بعيد عنهم وهو بيجري بيتكعبل وبيقع على وشه وبتقع منه الحاجات اللي كانت في الكرتونة وبيروح عليه الشباب، وهو كل ده فاكرهم وحوش وبيقول لهم أرجوكم سيبوني محدش ياكلني. بس في واحد فيهم بيهديه وبيطمنه انهم بشر زيه وبيبص على الاكل والميه اللي وقعوا منه، وتحس انهم يا عيني جايبين اخرهم خالص. بياخدوا منه الاكل والميه وبيقرروا انهم يروحوا معاه البيت عشان يشوفوا الشخص اللي بعت ليهم الاكل والشرب ده يبقى مين. بتوصل رساله في اللحظه ديت ليوهان ان في شخص لم يسمح له بالدخول عايز يدخل. بيتصدم يوهان وبيقول ايه ده بجد مستحيل يكون اللي في بالي حصل، خلينا نشوف كده اللي بيحصل. وبيستخدم مهارته مهارة العين المطلقة وبيشوف جون واقف قدام باب المدخل ومعاه 6 شباب، لكن الشباب بيكونوا لسه بره العمارة لأنهم مش عارفين يدخلوا من الحاجز، وبيتكلموا مع بعض وبتقول لهم البت هو الراجل ده هو نفس الشخص اللي رمى لينا علبة الاندومي من شوية. بيرد عليها واحد منهم وبيقول لها شكله كده، ومعنى اللي عمله ده ان البيت ده فيه اكل كتير جدا. وواحد تاني بيقول لهم احنا لازم نتأكد بنفسنا احنا اصلا الاكل اللي معانا قرب يخلص. بنرجع تاني ليوهان وبيكون شايف وسامع كل الحوار ده وبيقول لنفسه ايوه هم دول اللي انا عايزهم يجوا، وبيبعت ليه النظام في اللحظه ديت ان تم اكتشاف بشر تقدر تضيف ليهم الجنسيه. بيفكر يوهان مع نفسه بيقول انا المره اللي فاتت عرضت الجنسيه على ناس كانوا معايا في نفس البيت ولحسن حظي انهم قبلوها، لكن دلوقتي دول ناس غريبه فممكن انهم يرفضوا طلب الجنسيه لانهم لسه ما يعرفونيش وشاكين فيا اصلا. اتصرف انا ازاي دلوقتي في المشكله ديت يا ربي؟ وبيقطع تفكيره جون وهو بيكلمه على الانتركوم بتاع البيت، مش عارف قلت اسمه صح ولا لا. المهم وبيقول لي ليوهان انت هنا؟ بيجري يوهان عليه وبيقول له ايوه انا هنا ثانيه واحده بس يا جون. وبيجي ليوهان رساله ان جون في نص تنفيذ مهمته، هل انت عايز تعدل في تفاصيل المهمه؟ بيفرح يوهان وبيقول ايوه طبعا، وبيغير المهمه وبيخليها دعوه 6 اشخاص للغدا. فبيشوف جون المهمه وبيقول هي دي مهمه جديده ولا ايه؟ فبيقول له يوهان ايوه ايوه اعزمهم على الغدا عندك في الشقه معلش انا في دماغي خطه معينه عايز اعملها. وبيروح جون يعرفهم انهم معزومين عنده على الغدا، فبيوافقوا كلهم على طول وبيظهر ليوهان رساله عرض الجنسيه عليهم من تاني، فبيعرض عليهم فعلا وكلهم بيوافقوا وبيقدروا اخيرا يدخلوا من الحاجز اللي على الباب. وبتيجي رساله ليوهان اول ما بيدخلوا ان تم زياده عدد مواطنيك ل10 اشخاص وتم زياده خبرتهم واموالهم اللي هياخدوها بنسبه 10% برضه. فبيفرح جدا يوهان وبيقول دي حلوت قوي، طبعا الشباب دول كل ما يخلصوا على وحش هتزيد الخبرة والفلوس اللي هاخدها أكتر. وبيفتح نظامه وبيشوف معلومات عنهم وبيعرف إيه هي أسمائهم ومدى ثقتهم فيه ومستوى كل واحد فيهم. وبنعرف إن دونغ في المستوى 23 ونسبة الثقة 19، ودوك في المستوى 13 ونسبة الثقة 20، وكيم في المستوى 17 ونسبة الثقة 17، وهارين في المستوى العاشر ونسبة ثقته 38، جيون في المستوى ال11 ونسبة ثقتها 15، ميون في المستوى العاشر ونسبة ثقته 11. طبعا يوهان بيتصدم أول ما بيشوف مستوياتهم دي لأنه كان بيحلم بس إن جون اللي في المستوى التاسع يكون تابع ليه. أول ما بيشوف دونغ في المستوى ال 23 بيتجنن
وبيقول ده في نفس مستوى الوحش الكياكن اللي انا اصطادته، بيدوس على اسمه بتظهر ليه رساله بيعرف منها ان قدرته الخاصه هي رمي كره البيسبول من المستوى دي، وبنعرف انها رياضه بتحتاج لمجهود بدني كبير جدا عشان بس يقدر يحدف الكرة للمسافة الكبيرة دي، وتقريبا كده بتحتاج 3 أضعاف قوة الإنسان الطبيعي. بيتصدم يوهان وبيقول زي ما توقعت، ده إنسان مش طبيعي، ده إنسان خارق، وفي الحقيقة بقى ده هينفعني جدا، ده بيرمي الكرة بالقوة دي كلها، يعني هيقدر من خلالها يصطاد وحوش كتير جدا. أما بقى بالنسبة لثقته فيا فأنا أقدر أزودها مع الوقت. وبيكلم النظام وبيقول له عين معدل توزيع الخبرة على الكل بنسبة 70%، بيعدل النظام البيانات زي ما طلب منه بالظبط. وبيفرح جدا يوهان وبيقول أيوة بقى أخيرا هرتاح، كل اللي مطلوب مني دلوقتي إن أديهم مهمات اصطياد الوحوش، أنا أقدر أقعد وأرتاح وهم هيزودوا ليا خبرتي وفلوسي ووقتي، كل ده وأنا قاعد مش بعمل أي حاجة. الموضوع ده عامل بالظبط زي كأني بلعب لعبة وشغلت فيها نظام الصيد التلقائي. وده ما بيفكركش بحاجة يا ابو الصحاب ان احنا منزلين حكاية اسطورية وهي يون صاحب نظام القتل التلقائي، لو لسه ما اتفرجتش عليها فانصحك تروح تتفرج عليها من على صفحة القناة، وهسيب لك برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف. المهم بقى دلوقتي انا لازم اتعرف عليهم كلهم لانهم ممكن يكونوا مفتاحي اللي هستخدمه في رجوع اهلي للبيت. وبيبعت لي النظام رسالة إن تم زيادة ثقة كل شخص فيهم. بيتصدم يوهان وبيقول إيه ده؟ هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ أنا لسه ما عملتش أي حاجة عشان أزود ثقتهم فيا. وبتنتقل بينا الأحداث لبيت جون، وبنشوف الشباب داخلين مع جون شقته، وأول ما بيدخلوا بيشكروه على استقباله ليهم، وجون بيقول لهم دي حاجة بسيطة لكن الشكر كله يرجع ليوهان. وبتروح عليه مراته اللي بيكون باين عليها التوتر والقلق جدا، وبتقول له حبيبي في ايه؟ فبيقول لها جون حبيبتي انا اسف جدا، انا هشرح ليكي كل حاجه بعدين، بس ممكن دلوقتي تجهزي لينا الغدا. بتتوتر اكتر يون وبتقول له دلوقتي انت عارف ان انا مش مجهزه اي حاجه خالص وهضطر ان اطبخ كل حاجه من الاول. بيعتذر ليها تاني جون وبيقول لها معلش ساعديني، شكل يوهان في خطه في دماغه بخصوص الشباب دول. بتفكر كده شويه مع نفسها وبتقول له حاضر هجهز لكم الاكل حالا. ست اصيله بصحيح. بتبص للشباب وبتقول لهم معلش هتستنوا شويه لحد ما الاكل يجهز، اتفضلوا ارتاحوا لحد ما اخلص. بيشكروها الشباب وبيروح دونغ سائل جون عن يوهان وبيقول له ايه طبيعه الشخص ده. بيتوتر جدا جون وبيقول له الصراحه انا كمان مش متاكد من يوهان. بيتصدموا كلهم وبيقولوا ايه مش متاكد؟ يعني ايه مش متاكد؟ بيرد عليهم وبيقول لهم أنا ما أعرفش أي حاجة عنه غير إنه جاري وهو شخص مميز شوية عننا، كل اللي إحنا فيه دلوقتي ده بسببه. بيستغرب دونغ وبيقول لنفسه ده إنسان عادي ولا إنسان خارق يعني ولا إيه؟ وبيفتح الجاكيت بتاعه وبيبص على الأكل اللي معاه وبيقول لنفسه هو أكيد عنده قدرة جامدة جدا عشان يقدر يعمل كل الحاجات دي، أنا لازم أعمل كل اللي في إيدي عشان أبهره بيا، ده واحد ملوش حل يابا، قدر يتحكم في الكهرباء والمية والأكل والشرب، يعني بيتحكم في أساس الأساس. في وقتنا الحالي شخص بيقدر يعمل كده يبقى شخص خارق للطبيعة. وهو بيكلمهم جون من تاني وبيقول لهم بما ان الاكل هياخد وقت عقبال ما يجهز، ايه رايكم تاخدوا دش محترم كده في الوقت ده؟ هو اكيد كان عايز يقول لهم يا شويه معفنين انضفوا بقى، دي ريحتكم هتخلي الواحد يغمى عليه، بس هو حب يجيبها لهم بطريقه غير مباشره. ما علينا، هم بيسمعوا كلمه دش من هنا والبرد بيتصدموا بيتجننوا من هنا، وجون حب يخلص عليهم خالص ويديهم القضيه وبيقول لهم لا ده في كمان ميه دافيه في الدش. البنات بيفتحوا بقهم من كتر الصدمه وبيبقوا مش عارفين يقفلوه تاني، وجون بيقول لهم كل ده بفضل يوهان وقدراته. ودلوقتي خليني اعرفكم مكان الحمامات فين، في حمام في الصالة وحمام في أوضة النوم. البنات بيبقوا طايرين من الفرحة أصلا ومش مصدقين نفسهم. وبيتكلم دوك مع يانغ وبيقول له أنت كمان بتفكر في اللي أنا بفكر فيه؟ أنت شايفه إنه إنسان خارق صح؟ بيقول له دونغ أيوه أنا حاسس أصلا إن قدراته أقوى من قدراتي. بيهزر معاه كيم وبيقول له ما تزعلش قوي كده، مفيش حد أقوى منك يا جامد أنت. بيتضايق دونغ من تريقته دي وبيقول له بطل هبل بقى، انت مش شايف اننا لازم نعمل اي حاجه عشان نقنعه بينا ونخليه يساعدنا؟ ده احنا نعمل ليه اي حاجه يطلبها مننا عشان يرضى بس علينا. انتم عارفين اننا هدفنا من البدايه اننا نجمع اكبر قدر ممكن من الاكل، عشان كده مش عايز منكم اي غلطه، وفي نفس الوقت خلي عيونكم في وسط دماغكم، احنا ما نعرفش الناس ديت كويس، في كل اوضه تدخلوها تفتشوها كويس الاول. بيسمعوا كلامه وبيقولوا ماشي كلامك يا قائد. وبينادي دونغ على مون
اللي بيكون سرحان. بيرد عليه مون وهو متوتر وبيقول له آسف سرحت شوية. فبيقول له دونغ لا أنا اللي آسف، كل اللي حصل ده بسببي. بيقول له ميون لا 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 طبعا انت مالكش ذنب. فبيقول له دونغ لا طبعا لولا اني دعيتكم على حفله في بيتي ما كنت سبت ستك وجيت. بيقول له ميون لا طبعا انا جيت من نفسي وكنت حابب اني اجي، يعني انت مالكش دعوه اصلا. فبيقول له دونغ خلاص ما تقلقش احنا هناكل من هنا وهنروح لبيت ستك على طول عشان تطمن عليها. بيسكت ميون وبيكلم نفسه باحباط وبيقول للاسف فات الاوان. وبيجي على باله الوحوش وبيقول لنفسه احتمالية إنها تكون عايشة هي 0%. وبيطمنه أكتر دونغ وبيقول له فك بقى وروق بقى يا سيدي، هي بيتها قريب من هنا هناكل وهنمشي على طول. وبيقطع كلامه من صوت هزة قوية جدا والباب بيفتح وبيترعبوا كلهم لأنهم بيفتكروا إنه وحش وبيستعدوا عشان يخلصوا عليه. لكن يوهان هو اللي بيكون بيفتح الباب وبيكون شايل شنطة فيها أكل وبيقول لهم ما تقلقوش انا جاي عشان اساعدكم كلكم. واول ما بيشوفوه بيحسوا منه بقوه كبيره جدا وبيتاكدوا ان الشخص ده فعلا هيساعدهم. واخيرا بقى الاكل بيخلص وبيروحوا يقعدوا عشان ياكلوا، لكن الترابيزه بتكون صغيره عليهم فبتعتذر ليهم هيون عشان المكان مش مكفي. فبيضحك دونغ وبيقول لها ولا يهمك طبعا يا ستي ده كفايه كرم اخلاقك وبعدين احنا اللي طبينا عليكم كده فجاه. وبيجي من وراها جون وهو شايل صينيه الاكل وبيحط الاكل قدامهم وهم كلهم بيتصدموا من حلاوه وجمال شكل الاكل. وبتقول لهم هيون اسفه جدا مش عارفه اكلي هيعجبكم ولا لا. بترد عليها هارين وهي طايره من الفرحه وبتقول لها يعجبنا ده اكل فاخر من الاخر. بتضحك هيون وبتقول لهم الفضل كله يرجع ليوهان، هو اللي جاب كل مكونات الاكل دي، انا ما كانش عندي غير الرز واليوسفي بس. وبيلاحظ يوهان في اللحظه ديت ان مستوى الثقه بتاعها زاد ووصل لل50. فبيكلم نفسه وبيقول انا ما كنتش متخيل انها توصل ثقتها فيا لل50 قبل جون. وفي نفس الوقت بيفضلوا الشباب يشكروا في هيون على الاكل وبينزلوا على الاكل حتتك بتتك. وهارين بتبقى معجبه قوي بالبيض الملفوف وبتسالها جيون وبتقول لها مش ده برضو البيض اللي بيتعمل في المناسبات في اليابان؟ بتقول لها يون ايوه فعلا انا بحبه جدا وبحب اعمله. وبتيجي بنتها سيون من وراها وبتقول لها ماما سيون هي كمان نفسها تاكل من البيض الملفوف قوي. بتقول لها يون حاضر يا حبيبتي بس لما الضيوف تخلص اكل الاول هدخل اعمل ليكي انت كمان في المطبخ. بتنادي عليها هارين وبتقول لها ايه رايك تيجي تقعدي على رجلي وتاكلي معايا؟ بتفرح جدا البت وبتطير تقعد على رجلها. بجد العيال الصغيره دول فضيحه دايما مفرجين علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. المهم بيقول لهم يوهان كلوا براحتكم في رز واكل تاني كتير جدا. بتفرح هيون وجون جدا بكلامه ده وبيسرح هو مع نفسه وبيفتكر الاكل اللي كانت امه بتعمله له وبيدعي ربنا ان عيلته كلها يكونوا بخير وما يكونوش حصل ليهم اي حاجه. واخيرا بيخلصوا كلهم على الاكل وسيون بتقول لامها انا عايزه انام فبتاخدها امها عشان تنيمها. وبيقول لهم يوهان دلوقتي خلينا بقى نتكلم في الجد والمهم شويه، انتم ليه ما رحتوش لبيت ست ميون برغم انه كان قريب جدا منكم؟ بيقول له دونغ للاسف ما عرفناش بسبب الغوبلين. بيتصدم هيون اول ما بيعرف ان في غوبلين كمان ظهر وبيحكي ليه دونغ ان الجراج اللي تحت بيتهم مليان بالغوبلين بسبب انهم اعتبروا المكان ده بيتهم الجديد واستوطنوا فيه وللاسف عددهم بالالاف. بيكلم نفسه يوهان وبيقول أنا حاليا قدرتي أقدر أتحكم في المكان لحد الدور ال30 لكن للأسف قدرتي ما وصلتش للجراج عشان كده قدرت الغيلان تستخبى فيه وتدخله براحتها. بيتكلم دونغ وبيقول له أنت عارف إن كل المباني مرتبطة بجراج واحد عشان كده أنا ما فكرتش حتى إني أدخله. بيقول له يوهان بس في طريق جانبي تقدروا إنكم تمشوا من خلاله. بيقول له دونغ فعلا عندك حق وده كان هدفنا في البداية لحد ما ظهر لينا حاجة أفظع من الغوبلين. بيتصدم يوهان وبيقول له أفظع من الغوبلين؟ فبيقول له دونغ أيوة كان وحش شبه الدب أو الذئب وكان بيحارب مجموعة من الغيلان وإحنا استغلينا انشغالهم مع بعض وقدرنا إننا نهرب بسرعة. فبيقول له يوهان دب ولا ذئب؟ فبيقول له دونغ مش متأكد للأسف لأن المكان كان ضلمة جدا وإحنا كان كل اللي هممنا إننا نهرب بسرعة. فبيقول له يوهان على العموم إحنا لازم نعرف عنهم تفاصيل أكتر ومش هنقدر نعرف التفاصيل ديت غير لما نواجههم وش لوش. بيأكد دونغ على كلامه وبيقول له فعلا عندك حق بس إحنا للأسف في حدود عندنا. فبيقول له يوهان حدود إيه دي؟ بترد عليه هارين وبتقول له احنا بنحارب الوحوش ديت بقوس وكرة بيسبول وزي ما انت شايف جايبين اخرهم معانا. فبيقول لهم يوهان سهلة دي انا هحلها لكم، ممكن تدوني القوس والكرة اللي معاكم؟ بيديهم له فعلا وبياخدهم منهم وبيفتح النظام وبيدخلهم جواه وبيطلب منه انه يرجع القوس جديد من تاني. بيعرفوا النظام ان هيكلف 1.5 مليون عشان يرجع جديد من تاني. بيوافق يوهان على طول وطبعا كل الموجودين بيكونوا فاتحين بقهم من الصدمة مش مصدقين اللي بيحصل قدامهم ده.
وبيمسك يوهان القوس الجديد وبيقول لهم كام واحد فيكم بيعرف يستخدم القوس؟ كلهم بيبلموا لأنهم مش بيعرفوا يستخدموه. ويوهان بيشتري 5 أقواس جديدة وبيقول لهم مش مشكلة، ابدأوا من دلوقتي تدريب عليه، انتم كده كده محتاجين سلاح تدافعوا بيه عن نفسكم في المستقبل. وبيلاحظ بعدها ان ثقة كيم وميون وهارين زادت، فبيستغرب جدا لانه ما عملش اي حاجة اصلا. لا، واللي بيصدمه اكتر الواد ميون بيكون مش مصدق اللي عمله يوهان قدامه، وبيفرح جدا وبيثق اكتر واكتر في يوهان. وبيقطع الصمت اللي حاصل ده دونغ وهو بيقول لهم ده احنا كده هنصطاد الوحوش اسرع وبكل سهولة كمان. بيرد عليه كيم وبيقول له ده احنا كمان مش هنحتاج اننا نجمع الاسهم. بيقطع كلامهم يوهان وبيقول لهم استنوا، في حاجة مهمة لازم نتفق عليها الأول، إحنا لازم نقلل عدد الغوبلين اللي موجودين في المكان الأول. بيرد عليه دونغ وهو متوتر جدا بس عامل نفسه جامد وبيقول له عندك حق، بس إمتى وإزاي هنعمل كده؟ بيقول له يوهان بكرة وسيب الباقي عليا. بيترعب الواد وبيبان عليه التوتر وبيقول له بكرة اللي هو بكرة؟ فبيقول له يوهان أيوه، كل ما سرعنا كان أحسن لينا، إحنا بكرة لازم ننقذ 6 ميون قبل فوات الأوان. بيطير ميون من الفرحة بس دونغ بيكون متوتر جدا ومش عارف هيعمل كده إزاي وبيسأل يوهان. فبيقول له يوهان إحنا هننفذ خطة الطعم. وفي اللحظة دي بتجيله رسالة من النظام إن جون خلص مهمته وأخد مكافأة 30,000 يوان. بيستغرب يوهان وبيقول لنفسه هي الفلوس كانت مكافأته؟ هو كان حاطط المكافأة بتاعته خبرة مش فلوس، بس النظام اداها فلوس. بتجيله رسالة بعدها إن جون ثقته زادت فيك تاني ووصلت ل 51%، وبكده كل الشروط المطلوبة اتنفذت وتقدر إنك تضيفه كتابع ليك. بيوافق يوهان إنه يسجل جون كتابع ليه، وبيحصل لجون حاجات غريبة جدا، هالة زرقاء بتخرج منه وبيحس إحساس غريب. وبتيجي رسالة ليوهان إن تم تسجيل أول تابع ليك بنجاح وأخدت مهارة استدعاء التابع كمكافأة ليك. أما جون بقى فقدرته استيقظت واكتسب قوة الغوريلا، يعني جون بقى قرد يا جماعة، بس مش أي قرد، ده قرد غوريلا، يعني الكف منه يودي لورا الشمس. المهم بتيجي رسالة تانية ليوهان إن من مميزات التابع إنه بياخد ضعف الخبرة والفلوس عن الباقي، وبيلاحظ إن في علامة زائد جنب اسم جون فبيدوس عليها. بتجيله رسالة تانية إنك تقدر تزود مستوى التابع بتاعك بمليون يوان. بيتصدم جدا يوهان من الرقم الكبير ده وبيلاحظ الباقي صدمته دي، فبيقولوا له هو في حاجة حصلت ولا إيه؟ فبيقول لهم لا تمام. وبيسأل جون حاسس بإيه؟ فبيقول له جون أنا حاسس كأني ملك زماني، حاسس إني صغرت بتاع 10 سنين كده وحاسس بقوة غريبة جوه جسمي، هو أنت اللي عملت فيا كده؟ فبيقول له يوهان أيوه، وبيديله كوس وبيقول له عشان كده أنا عايزك تشارك معاهم في المهمة دي. بيتصدم جون وبيتوتر جدا لكن طبعا ما بيقدرش يقول له لا، ده الراجل اللي لسه محوله القرد من شوية. أما يوهان بيكلم نفسه وبيقول الناس العادية هحصل منها على 10% بس، إنما هو هحصل منه على الضعف. وبيقول لجون أنا عايزك تقتل وحوش على قد ما تقدر. فبيقول له جون وهو خايف حاضر هحاول. فبيضحك يوهان وبيقول له أنا هعتمد عليك. وبيمر الوقت وبيروحوا عشان ينفذوا الخطة وبيوصلوا على الدور الأول عشان يستكشفوه. وبيكلم كيم دونغ وبيقول له هو ضروري يعني يا دونغ إننا ندور في الدور الأول؟ ما زي ما أنت شايف الشبابيك كلها مكسرة والمكان باين عليه إنه خطير. فبيقول له دونغ ايوه طبعا احنا فريق انقاذ يبقى لازم ندور في كل مكان زي ما قال لنا يوهان، ودي بتكون اول مهمه لينا، انقاذ كل الناس اللي في المكان ونقلهم كلهم للدور ال30. وانتم عارفين ان اساس المهمه بتاعتنا مش انقاذ الناس بس، دي كمان عشان نجذب اكبر عدد ممكن من الغيلان للشقق ونقتلهم. فبيتحمس كيم وبيقول له اذا كان كده فيلا بينا مش عايزين نضيع وقت. بيقول لهم دونغ هنبدا بالشقه رقم 101، وخلي بالكم احنا مش عارفين الغيلان هتظهر لينا من فين، فخليكم على اتم استعداد. وبيدخلوا شقه رقم 101 و102 وبيلاقوهم متدمرين خالص وكل الناس اللي فيها هجمت عليهم الوحوش وموتتهم. وبيتصدموا جدا من المنظر ده وبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه، لكن بيتشجعوا وبيكملوا وبيخلصوا الدور الاول والتاني والتالت وبيلاقوهم كلهم نفس الوضع، الغيلان ما خلتش حد سليم. واول ما بيوصلوا للدور الرابع بيخبطوا على شقه وبيقولوا احنا فريق الانقاذ. بيفتح واحد ليهم الباب وبيكون فتحه حته صغيره وبيقول لهم انتوا بجد فريق انقاذ؟ فبيقول له دونغ ايوه. فبيقول لهم طيب انا هموت من العطش، معاكم ميه؟ فبيطلع عليه دونغ الميه وبيديها له. فبيطمن ليهم الراجل وبيفتح ليهم الباب وبنشوفه مش عايش لوحده في الشقة، ده معاه بنته وابنه. وبيعتذر ليهم الراجل لأنه شك فيهم في البداية بس حرص ولا تخون يابا، وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم أنا هعتمد عليكم من دلوقتي. بيسلم عليه دونغ وبيعرفه بنفسه وبيقول له من دلوقتي أنت ضمن فرقتنا وأتمنى إنك تتعاون معانا وتساعدنا. وبيطلب من جيون وهارين إنهم ياخدوهم ويطلعوهم للدور ال30. فبيخرج ابن الراجل وبيتكلم بكل ثقة وتكبر وبيقول مش قلت لك يا بابا إننا هنعيش؟ أديهم أهم
جون بعتوا لينا طيارة عشان ياخدونا المكان أمان. بتضحك هارين عليه وبتقول له مفيش منه الكلام ده، أنت آخرك لما تطلع إنك تلاقي وجبة نضيفة وحمام نضيف عشان تاخد دش مية سخنة ينسيك اللي حصل. البت أخته أول ما بتسمع كلمة دش بتعمل زيهم بالظبط يا جدعان، العفانة عفانة مفيش كلام، بتطير من الفرحة وبتطلع تجري وبتقول لأبوها يلا بسرعة يا بابا ما تضيعش الفرصة ديت من ايدينا. ده انا ما صدقت. بيوافق ابوهم وبيطلع معاهم وبيكمل فريق الانقاذ استكشاف العمارة لحد ما بيقدروا يجمعوا 40 مواطن، وبيبعت النظام رسالة ليوهان ان تم زيادة الخبرة والفلوس اللي هتاخدها الناس بنسبة 90%. وبيكلم يوهان دونغ وبيقول له خلي الاطفال والعواجيز في شقة جون، اما الشباب خليهم في الطرقة. فبيقول له دونغ انا دورت في ال 29 دور ما لقيتش غير ال 40 شخص دول بس، شكل الناس كلها كانت بره لما حصل اللي حصل. بيشكروا يوهان على مجهوده الجامد ده وبيستخدم مهارة العين المطلقة وبيشوف اللي بيحصل، وبيلاقي باقي الفريق ماسكين الأسلاك وشايلين خزان المية زي ما طلب منهم بالظبط. بيفوق وبيقول لدونغ خلينا ندخل في المرحلة التانية من الخطة وهي صيد الغيلان. وبينزل دونغ لباقي الفريق وبيقول لهم دلوقتي جه وقت الجد، احنا لازم نستدرك كل الغيلان المستخبيين في الجراج عشان يطلعوا لفوق. أول حاجة هنبدأ بيها هو الدور الأول وهنقسم نفسنا لمجموعتين. فبيسأل كيمي طب هنعمل إيه لو عدد الغيلان أكبر من العدد اللي كنا متوقعينه؟ بترد عليه هارين وبتقول له سيب الموضوع ده عليا أنا هقدر أخلص عليهم، أنا عكس الأول، أنا دلوقتي معايا سهام كتير جدا من الآخر هبهرك يابا. ولسه ما قالوش بسم الله الرحمن الرحيم بيلاقوا الغيلان ظهرت وراهم وبتهجم عليهم كمان. بتتحمس هارين جدا وبتفضل تحدف عليهم أسهم كتير وبتموتهم. جدع يا بت. وكيم هو كمان ما بيضيعش الفرصة وبينزل فيهم ضرب بمضرب البيسبول بتاعه. والمفاجأة اللي حصلت ليهم إنهم لقوا جسم الغيلان الميتة اختفى. في اللحظة ديت بيكلم نفسه ميون وبيقول هي دي كمان قدرة يوهان الجامد الفاحد الماحد. بيفرح دونغ من اللي حصل ده وبيقول لهم ودلوقتي خلينا ننزل للدور اللي تحت. وبنروح ليوهان وبنشوفه فاتح أكتر من 5 شاشات وبيقول لنفسه مش ده اللي أنا كنت مخطط ليه، بس أهو هو ده الحال اللي بقيت فيه، بتفرج عليهم من خلال الشاشات مش أكتر ولا أقل. وبتجيله رسالة إن ميون ثقته زادت فيك وعدى ال 50% وتقدر إنك تسجله كتابع ليك. بيتصدم يوهان وبيقول إيه بالسرعة دي كده؟ ده لسه ما يعرفنيش غير من كام ساعة بس. وبيقول لنفسه على العموم هي دي الفرصة اللي أنا كنت عايزها من الأول، والخطة الحمد لله ماشية زي ما أنا عايز وأسرع كمان. ودلوقتي خليني أسجل ميون كتابع ليا. وأول ما بيسجله كتابع ميون بينور في الضلمة وسط أصحابه والغيلان وبتنجذب كل الغيلان ليهم، فبيترعبوا كلهم وبيزعق فيهم دغ وبيقول لهم أنا مش عارف إيه اللي حصل مع ميون، بس الوضع بقى صعب جدا ولازم نهرب من هنا بسرعة. وبيفضلوا يجروا طبعا الغيلان مش بيتسيبهم وبيفضلوا يجروا وراهم، والوضع بيكون صعب جدا عليهم خصوصا ان عدد الغيلان بيكون كتير جدا. بتفضل هارين تضرب عليهم سهام لكن مفيش فايدة، عددهم بيكون كتير جدا عليها. فبيقول لهم كيم احنا لازم نطلع على سلالم الطوارئ حالا بسرعة. وبيوصلوا للسلالم وبيقفلوا الباب وراهم، لكن الغيلان بتفضل تزق في الباب جامد جدا وهم بيكونوا مش قادرين عليهم. وهنا بتظهر قوة عمنا جون الجامد الفاحد الماحد، قوة القرود أقصد الغوريلا. بيدب في جسمه القوة والباور وبيقول لباقي الفريق وسعوا انتم كده انا هقفل الباب ده لوحدي، اهربوا انتم من هنا بسرعة. وبيطلعوا يجروا كلهم بسرعة وبينادي عليه كيم وبيقول له احنا خلاص طلعنا تعال انت بسرعة يلا. بيقول له جون حاضر وبيسيب الباب وبيطلع يجري، لكن لسوء حظه رجليه بتتلوي وبيقع على الارض. وبيقتحموا الغيلان المكان وبيهجم غول منهم على رجل جون وبيقدر انه يعوره جامد. كل ده تحت انظار كيم اللي كان بيحاول انه يساعده ويشده بسرعه من تحت ايديهم، لكن بيحصل حاجه غريبه جدا وهي ان جون بيختفي من المكان نهائي. وكيم بيقف مصدوم مش فاهم ايه اللي حصل ولا ازاي حصل اصلا، لكن دوغ بيفوقه وبيزعق فيه وبيقول له كيم يلا بسرعه مش وقته ده، اهرب بسرعه يلا. بيفوق كيم وبيطلع يجري على السلم. دونغ وهارين بيفضلوا يحدفوا اسهم على الغيلان عشان يبعدوا عنه، وفي نفس الوقت بيظهر الدب او الذئب اللي الشباب شافوه قبل كده تحت العماره، وبيكون عمال يهجم على الغيلان وبياكل فيهم كمان، وبيجري وراهم على جراج العماره اللي الشباب فيها. وتوفى الى رحمه الله 6 شباب زي الورد. اما بقى جون فامه ده عياله، لانه طلع يوهان هو اللي انقذه اول ما حس بالغلطه الكبيره اللي عملها. اول ما شافه في خطر على طول فعل مهاره استدعاء التابع وقدر انه ينقذه قبل فوات الاوان. وده طبعا لحسن حظهم انه كان بيتابعهم خطوه بخطوه بالعين المطلقه. وجون بقى بيبقى مصدوم ومش مصدق اللي حصل ده، لكن وجع رجله بيكون مسيطر عليها اكتر وبيبقى مش عارف هو اتعور كده امتى.
فبيقول له يوهان طمني عليك أنت كويس؟ فبيقول له جون أيوه كويس ده جرح بسيط وهيخف بسرعة ما تقلقش عليا. بيركز يوهان على الجرح وبيقول لنفسه أنا لازم أخزن أدويتي في المخزن حالا، وبيروح عشان يجيبهم وبيقول لجون استنى هنا شوية معلش. وجون بيكون زي العيال الصغيرة بيخاف جدا من الحقن والعلاج وبيقول له لا لا أنا كويس صدقني. لكن يوهان مش بيسمع كلامه وبيدخل برضه وبيسرح وبيقول لنفسه الموقف ده بيفكرني بنفسي وأنا صغير لما كانت أمي بتديني العلاج وكنت برضه باضحك عليها وأقول لها إني كويس عشان ما اخدهوش. وبيفتح علبة الإسعافات الأولية وبيقول لنفسه يا نهار أبيض دول كتير جدا، أنا مش متاح ليا غير 40 خانة بس في المخزن، إزاي هقدر أسجل كل دول؟ طيب لو هختار منهم هختار إيه؟ وبيفضل يفكر شوية لحد ما بتجيله فكرة جهنمية إنه يحط كل الأدوية تاني جوه الصندوق ويقفله ويعمل ليه هو تخزين باللي فيه. دماغ متكلفة بصحيح، تفكير معلمين يا باشا مش أي كلام. وبيرجع تاني لجون وبيخرج قدامه علبة الإسعافات الأولية من النظام، صحيح النظام بيكون مسعر العلبة ديت ب 77,330 يوان بس، يعني القوس أغلى منها بأضعاف مضاعفة. ما علينا، أول ما جون بيشوفه وهو بيخرجها من النظام بيتصدم يا عيني وبيقول له يوهان يلا يا شاطر وريني التعويرة وما تخافش مش هديك حقنة. بيقول له جون صدقني أنا كويس ومش محتاج لكل ده. لكن يوهان مش بيسمع كلامه وبيخرج القطنة والمطهر وبيبدأ يطهر ليه الجرح، وهو يطهر من هنا وجون يصوت من هنا انشف كده يا راجل مالك ده مجرد خربوش يعني مش مستاهل. وفي اللحظة ديت بيبعت النظام رسائل ليوهان ان تم زيادة المصادقة والولاء لجون، وبيشكره جون بعدها على اللي عمله معاه وعلى اهتمامه بيه. فبيقول له يوهان ما تقولش كده يا عم ده احنا اخوات، وبيلم ادويته وبيكون كل تفكيره في اللحظة ديت في الباقيين. وبيقول لنفسه يا ترى هم عاملين ايه دلوقتي، وبيقوم عشان يمشي وبيقول لجون انا هسيبك ترتاح هنا شويه وانا ورايا كام حاجه كده هخلصهم وارجع لك. وبيمشي يوهان وبيفعل العين المطلقه وبيقول يا رب الشباب يكونوا بخير، وبيفضل ينزل لحد ما بيوصل عندهم وبيشوف كيم وهو بيهرب من الغيلان لكن هم بيكونوا صراع جدا، وهارين وميون بيفضلوا يحدفوا اسهم لكن بيكونوا مش قادرين يخلصوا عليهم. وبتظهر غولة بضفاير وبتنط نطة شقية وكانت هتمسك كيم خلاص، بس ميون بيحصل له حاجة غريبة وبيتعصب جدا ومن كتر خوفه وعصبيته بيلوح بالقوس اللي معاه بقوة كبيرة جدا بيقدر انه يقسم الغيلان لنصين من قوة تلويحه بس، وبينط بعدها نطة شقية وبيروح يهجم على الغيلان بالقوس وبقدرة قادر بيتحول القوس لسيف بيقدر يقطع بيه الغيلان. وكيم ودونغ بيبقوا واقفين مصدومين من قوة ميون الجديدة، وبيسأل كيم دونغ وبيقول له هو من امتى وميون قوي كده في القتال؟ وبيفوق يوهان وبيقول الحمد لله هم بخير. وبتظهر ليه رسالة من النظام بتعرفه إن ميون بقى في المستوى 30 ودرجة ثقته بقت 55 ودرجة ولائه بقت 88 ومهارته بقى هي الانتقال الفوري. وبيعرفوا النظام إن مهارة الانتقال الفوري بتتأثر بقوة العقل ولازم المكان اللي هينتقل ليه الشخص يكون واضح قدامه وشايفه كويس عشان ينتقل ليه، وإن كمان عدد الأشخاص والمكان اللي رايح ليه كل ده بيأثر بدرجة كبيرة على عقل المستخدم، وكل ما الضغط بيكون أكبر كل ما الشخص هيتعب أسرع. وبيفرح جدا يوهان بمهارة ميون وبيقول كويس جدا إني سجلته كتابع ليا، وبيفعل مهارة العين المطلقة تاني وبيرجع يشوف الشباب، وبيشوف دونغ بيسأل جيون لو كابلات الكهرباء جاهزة، بيرد عليه جيون إيه اللي بيكون ماسك المشترك وبيقول له الوضع كله تحت السيطرة، وبيبص على كيم وهارين وبيقول لهم والخزانات جاهزة، بترد عليه هارين وبتقول له تمام التمام يا كبير، وبينادي على ميون وبيقول له يلا بسرعة يا ميون. وفي اللحظة ديت بيطلع يجري ميون عليهم وبينط نطته الشقية من فوق الحاجز، وبيحطوا الخزان بعدها على طول على الحاجز وبيدلقوه على الغيلان وبيغرقوهم كلهم، وبيزعق دونغ في جيون وبيقول له دلوقتي حالا يا جيون، وبيشغل جيون المشترك وبيتساقوا كل الغيلان. وطبعا انتوا عارفين ايه المية والكهرباء اخرتهم ايه، ايوه صح بيموتوا كلهم يا صديقي. اوعى دماغك توزك بقى وتلعب في النور وانت ايدك مبلولة، مش هتموت بس هتتكربك كرباج انما ايه يا حبيبي. المهم بيجي رسالة ليوهان من النظام بموت مجموعة من الغيلان وبياخد نقاط خبرة كتير وبياخد فلوس بالعبيط، ومش بس كده ده كمان مستواه ارتفع وكسب مهارة جديدة. وفي اللحظة دي بيحصل له حاجة غريبة جدا، بيلاقي فيه دايرة ظهرت تحت رجليه وبتفضل توسع توسع ومرة واحدة بتنتقل للجراج وبتفضل تتحرك لحد ما بتوصل للغيلان وبتقدر انها تمسكهم وتحجزهم، وبتظهر رسالة ليوهان ان تم رصد كائنات معادية وتم ازالتها، ومرة واحدة بوم بتنفجر دماغ كل الغيلان دي، وبتجيله رسالة تانية ان تم اصطياد 6 غيلان من المستوى 6 و7
وفي اللحظة ديت بيوصل الدب الشقي للجراج وبتكون عينيه بتطق شرار، وأول ما بيشوف الغيلان بيهجم عليهم وبيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني، وباقي الغيلان أول ما بيشوفوا اللي بيحصل ده بيتكاتروا عليه وبيهجموا عليه وبيفضلوا يعضعضوا فيه لحد ما الدب يا عيني بيجيب آخره. لكن بيحصل حاجة غريبة جدا، وهي إن كل الغيلان اللي بتهجم عليه دماغها بتنفجر. إيه ده؟ ثانية واحدة كده، هي مش دي مهارة يوهان؟ هو بيساعد الدب ليه؟ لا خد التقيلة بقى، بتظهر رسالة للدب إن تم منحه الجنسية. أوبا، هو إيه اللي بيحصل هنا؟ إيه اللي بيحصل يا صديقي إن الدب ما طلعش دب. والله زي ما بقولك كده، دي طلعت بنت جميلة ذات عيون دبالي وشعر طويل. وأول ما يوهان بيمنحها الجنسية بترجع لهيئتها البشرية وبتقع على الأرض مغمى عليها، ويوهان أول ما بيشوفها كده بيتصدم وبيقول مين البت دي، وبيظهر ليه النظام في اللحظة ديت معلومات عنها، وبنعرف إن اسمها ريتا في المستوى 33، والثقة بتاعتها 9، وقدرة استيقاظها هي التحول لدب من الرتبة إيه. طبعا يوهان صدمته بتكون صدمتين بعد اللي قراه ده، وبيقول بتتحول لدب من المستوى 33 وبالرتبة إيه. دي حلوت على الآخر، غير كمان إن معايا جون وهارين ودونغ وميون ولسه بيكمل بياخد التقيلة من النظام، بيعرفوا إن كيم هو كمان استوفى كل الشروط عشان يكون تابع ليه. يا ابن المحظوظة يا يوهان، ده انت لو متفق مع النظام مش هتظبط معاك كده. المهم هو ما بيضيعش الوقت وبيعين كم كتابع ليه، وبيعرفوا النظام ان كم في المستوى 25 ولقبه السلسله الثالثه، وقدرته على الاستيقاظ الفارس الفولاذي بالرتبه بي، يعني بيقدر انه يستدعي درع حديدي بيغطي كل جسمه، والكبيره بقى يا صديقي بيجي مع الدرع دوت سيف هديه كمان. لكن كل اللي بيحصل ده بيخلي يوهان يكتشف حاجة جديدة، وهي المستوى اللي بيوصل له الشخص بعد ما بيتعين كتابع ليه، وبيبقى عايز يعرف هما بيحددوا المستوى والرتبة بناء على ايه بالظبط، وايه الحاجات اللي لو عملها الشخص مستواه هيكون اعلى لما يستيقظ. يعني مثلا جون في المستوى 20 ورتبته سي وقدرته الغوريلا، وكيم في المستوى 25 ورتبته بيه وقدرته الفارس الفولاذي، واخيرا ميون اللي في المستوى 30 ورتبته ايه وقدرته الانتقال الآني. وبيفضل يفكر مع نفسه كتير وبيقول يمكن الرتبة ديت بتتوزع عشوائي، ولا يمكن بتتوزع على حسب نسبة ولاء كل فرد. بس لو فعلا على حسب الولاء يبقى جون لازم يكون بالرتبة بيه مش سي. انا لازم اعرف بأي طريقة هم بيحددوا الرتب بناء على ايه، لان الموضوع ده هينفعني جدا في المستقبل، لأن للأسف النظام محدد ليا عدد التابعين 10 بس، فلازم أختار أكتر أشخاص أقوياء وجامدين. بس أنا مش عارف برضو إيه اللي هيميز الأشخاص المستيقظين عن الباقي. بيرد عليه النظام في لحظتها وبيعرفوا إن المستيقظين هيقدروا يتحركوا في كل مكان براحتهم. وبيروح يوهان على الأسانسير وبيلاقي جون في وشه، فبيقول جيت في وقتك كأنك حاسس بيا والله. أنا عايزك تنزل للجراج، في بنت مزة كده مغمى عليها، هاتها لي وتعالى، واوعى تفهمني صح أقصد غلط. وبنروح بعدها عند الشباب وبنشوفهم واقفين قدام الغيلان الميتة وبيبقوا مصدومين ومستغربين من منظرهم ده، وبيقول كم ليهم هي الغيلان دماغهم انفجرت لوحدها كده فجأة. بيرد جيون عليه وبيقول له لا طبعا انت عبيط، هو في حاجة كده اصلا. اما دونغ فهو الصايع اللي فيهم اللي بيفهمها وهي طايرة، وبيقول لنفسه مفيش حد عنده القدرة انه يعمل فيهم كده غير واحد بس. وبيفتكر أول مرة دخل فيها شقة جون وعرفهم جون إن يوهان ده شخص خارق، ده قدر يشغل الكهرباء والمية برغم إنها قطعة في المنطقة كلها. وبيبص في اللحظة ديت على صاحبه ميون اللي بيكون بيحط سلك على الأرض، وبيقول حتى ميون شخصيته اتغيرت 180 درجة. وبيفتكر لحظة هجومه على الغيلان وبيقول ده كان شخص انطوائي جدا وبيخاف من خياله اتغير في لحظة بعد ما قابل يوهان. كل اللي بيحصل ده بيخلي الواحد يخاف من يوهان ده أكتر ومن اللي جاي كمان. طبعا بما إن العالم بينتهي وشخص زيه عنده قدرات زي دي يبقى هو المتحكم الوحيد في اللي جاي، والاشخاص اللي هيختارهم بس هم اللي هينجوا من نهاية العالم. وفي نفس اللحظة اللي بيكون دونغ بيكلم فيها نفسه بيكون جون واخد ديله في اسنانه وطاير عشان يجيب البت المزة من الجراج، وطبعا بيكون ميت من الرعب اصلا بس ما بيقدرش يقول ليوهان لا ده بابا يلا. المهم بقى بينتقل بينا المشهد لطفل صغير بيلعب بعربية في الشارع، وأمه واقفة قدامه وبتبصله وبتضحك، وهو أول ما بيشوفها بيشاور لها بعربيته، لكن أمه ملامح وشها بيتغير وبتتحول من الضحك لخضة ورعب، لأن للأسف بيظهر ورا الطفل الجميل ده مجموعة من الغيلان المتوحشة اللي بتهجم عليه وبتاكله قدام أمه بكل وحشية، وأمه ما بتلحقش تنقذه للأسف. وبتصحى واحدة مخضوضة من حلمها الفظيع ده، لا يا جماعة ده ما كانش حلم، ده للأسف اللي حصل معاها فعلا. وأول ما بتفوق بتلاقي يوهان قاعد جنبها وبيسلم عليها وبيقول لها أنا مبسوط إني قابلتك أنا يوهان.
مش بتسلم عليه وبتقول له هو انت اللي عملت كده؟ بيتوتر يوهان وبيقول لها عملت ايه بالظبط؟ فبتقول له انت اللي فجرت ادمغه الغيلان. بيشيل ايده بسرعه. يا على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. هو بيقول لها ايوه انا يا ستي. بتتفاجئ ريتا وبتقول لنفسها ده قدر يخلص على كل الغيلان في لمح البصر، شخص في الوقت ده وعنده القدره ديت يبقى يقدر. وبتفضل تعيط جامد جدا وبتبص له وبتقول له ارجوك رجع ليا يا ابني، حتى لو ليوم واحد بس انا موافقه، ابني وحشني قوي. بدأنا في شغل الالحاد بقى اللي ما بحبوش اصلا، احنا مسلمين يا جماعه. المهم بيسيبها يوهان وبيفضل يفكر مع نفسه وبيقول هو مستحيل اقدر اني ارجعه، بس انا هجرب حاجه كده عشان يبقى عملت اللي عليا معاها. وبيديها مهمه اصطياد 1000 غول والمكافاه رجوع ابنها. لكن طبعا النظام بيرفض وبيقول له ان ما ينفعش المكافاه دي. فبيقول يوهان زي ما توقعت بالظبط ما ينفعش. وهوب النظام بيديله الصدمه، بيبعت ليه رساله ان فلوسك مش كفايه عشان تقدر ترجع ابنها، زود فلوسك وساعتها تقدر ترجعه. الحاد مفيش كلام يا جماعه، احنا مؤمنين مسلمين موحدين بالله، محدش ليه علاقه بالكلام الالحاد اللي بيقولوه ده. المهم بيتصدم جدا يوهان وبيقول ايه انا اقدر ارجع ابنها؟ وبيرجع تاني يوهان لريتي اللي بتكون لسه بتعيط. هو بيقول لها مدام ريتي انا على ما اعتقد يعني عرفت حل لمشكلتك دي، انا ممكن ارجع ليكي ابنك. طبعا الخبر بينزل عليها كالصعقه وبتقول له وحياه والديك. فبيقول لها وحياتك بتكلم جد، بس للاسف مش هينفع دلوقتي لاني محتاج شويه وقت لاني مش عارف الطريقه بالظبط، بس هو الاكيد ان في طريقه لرجوعه. بتقول له ريتا بكل لهفه قول لي انا مطلوب مني اعمل ايه وانا اعمله لك، انا مستعد اعمل لك كل اللي انت تطلبه مني بس ترجع ليا ابني. اوعى دماغك تروح شمال يا صديقي، ايه البت تقصد تساعده في اي حاجه هو محتاجها. وبيكلم نفسه يوهان وبيقول انا معايا دلوقتي جون وكيم وميون، ولو انضمت ريتا ليهم احنا كده هنبقى فريق قوي جدا وهنقدر نخلص على وحوش اكتر، بس اهم حاجه دلوقتي ان الفريق يكون متعاون مع بعضه. وبيضحك وبيقول لريتا قومي معايا في ناس عايز اعرفك عليهم الاول. وبياخدها وبيعرفها على باقي الشباب وبيروح يسلم عليها دونغ وبيعرفها على نفسه. بتصدمه لما بتقول له انت الشخص اللي اصطاد الغيلان بكره البيسبول صح؟ مش بس هو، دي بتصدم هارين كمان وبتقول لها وانت اللي بتقتليهم بالسهام صح؟ بترد عليها هارين بتوتر وبتقول لها هو انت تعرفينا؟ بتقول لهم ريتا انتوا مش عارفيني ولا ايه يا جماعه؟ احنا اتقابلنا قبل كده. وبتطلع انياب وبتعمل بايديها زي الوحوش بس محدش بيفهمها، فبتتحول لدب بقى عشان تفهمهم. بتصوت هارين وبتقول مش ده الوحش اللي كان في الطريق الجانبي؟ بتتكسف ريتا وبتقول لهم ايوه انا الدب اللي ساعدكم كذا مره قبل كده، انتم ازاي مش عارفيني؟ طبعا كلهم بيبقوا مصدومين ومش مصدقين اللي قدامهم ده. وبيروح عليها دونغ وبيقول لها يعني كل اللي حصل ده ما كانش صدفه ولا كان الدب بيجري ورانا عشان ياكلنا؟ بترد عليه ريتا وبتقول له الصراحه اعداء الغيلان اصدقائي، عشان كده لما لقيتكم بتقتلوهم حبيت اوجب معاكم واساعدكم. بيقطع يوهان كلامهم وبيقول لهم كويس انكم طلعتم عارفين بعض، دلوقتي بقى اسمعوني عشان في كلام مهم عايز اقوله ليكم. بكره الصبح ان شاء الله هتروحوا تنقذوا جده ميون، وبما ان عدد الغيلان قل جدا ده هيكون في مصلحتكم. وجون مش هيقدر يشارك معاكم في العملية ديت بسبب إصابته. وبنشوف جون نايم على سرير أبو يوهان ويوهان بيعتذر لأبوه اللي مش موجود أصلا، وبيقول معلش بقى يا بابا هستلف أوضتك شوية، لأن للأسف جون سريره في ذمة الله. وبيكمل كلامه معاهم وبيقول لهم وعشان كده مدام ريتا هتبقى معاكم مكان جون. بتفرح ريتا وبتقول له اعتمد علينا. فبيقول لها يوهان أكيد طبعا يا أبطال، ودلوقتي تصبحوا على خير اشوفكم بكره بقى، بس ميون وكيم استنوا ما تمشوش عشان عايزكم في الاوضه ديت شويه. وبيدخلوا معاه الاوضه وبيقول لهم انتم عارفين انا ناديتكم انتم الاتنين ليه بالذات؟ ميون وكيم بيكونوا متوترين ومش عارفين يردوا عليه. وكيم بيقول له مش متاكد الصراحه، لكن ميون بيتشجع وبيقول له عشان القوه اللي حصلت عليها من شويه صح؟ بيضحك يوهان وبيقول له ايوه بالظبط كده، انتم الاتنين استيقظتوا. بيتصدموا هما الاتنين بس صدمه الفرحه عارفينها طبعا. وبيكمل يوهان وبيقول لهم انت يا ميون قدرتك هي الانتقال الآني، وانت يا كيم قدرتك هي الفارس الفولاذي. بيستغرب كيم وبيقول له ايه الفارس الفولاذي ده؟ لا ثانية واحدة، معنى كلامك ده ان استيقظت زي جون؟ بيقول له يوهان ايوه بالظبط كده، تقدر انك تستدعي درع فولاذي ورمح اسطوري كمان. وبيقول لنفسه انا لازم اختبر قدرات الاتنين دول قبل مهمة بكره. وبيديهم مهمة اختبار قدرات ومكافئتها تقوية القدرات وعقوبتها النوم في الطرقة. وعلى طول ميون بيجرب قدرته وبينتقل من جنب كيم لمكان ابعد شويه. كيم اصلا اول ما بيظهر النور الازرق جنبه وبيبص ما بيلاقيش ميون جنبه، فبيتخض حته خضه بيقطع الخلف حرفيا. اما ميون بقى تحسه ما صدق وبيفرح جدا بقوته الجديده، ومن كتر فرحته ولاءه لهيون بيزيد. وبيروح على يوهان وبينحني ليه وبيشكره
ويوهان عشان عارف دماغه بيقول له ميون اوعى يوزك شيطانك وتقرر مع نفسك انك تروح تنقذ ستك لوحدك دلوقتي، انت اللي حصل معاك دلوقتي ده صدفة مش اكتر، انت المفروض تتدرب اكتر على قدرتك ديت الاول، يعني مثلا تشوف ابعد مكان ممكن تنتقل ليه وتجرب وتشوف بعدها الاعراض اللي ممكن تحصل لك. بيتوتر ميون لكن بيرجع وبيقول له حاضر، وبيقطع كلامه كيم اللي قدر اخيرا يستخدم قدرته ويستدعي الدرع، وبيبقى طاير من الفرحة وبيزداد هو كمان ولاء ومصداقية ليوهان، وبيرجع تاني يتكلم يوهان مع ميون وبيشاور ليه على شباك في العمارة اللي جنبهم، وبيقول له تقدر انك تروح لهناك، فبيقول له ميون هحاول، وبيديله يوهان مهمة انه يروح للشقة اللي في العمارة اللي جنبهم، ومكافئته هتكون زيادة قدرته وعقوبة فشل النوم في البلكونة، وبيستعد ميون عشان يروح، وبيشجعه كيم وبيقول له صاحب الجامد الجاحد هيقدر يعملها، وبيفعل من قدرته وبيختفي من قدامهم، وبيقدر فعلا انه يروح للعمارة التانية، وبيبص حواليه وبيقول لنفسه انا فين، انا نجحت ولا ايه، وبيبص فعلا من الشباك بيلاقي يوهان وكيم قدامه فبيطير من الفرحة، وبتوصل رسالة ليوهان انه كمل المهمة بنجاح، وبيفرح له جدا كيم وبيفضل يرقص من كتر الفرحة، لكن يا فرحة ما تمت لأن للأسف ميون بيغموا عليه بعدها على طول، وبيترعب عليه يوهان وكيم، لكن يوهان بسرعة بيتصرف وبيستخدم مهارة الاستدعاء وبيقدر إنه يجيبه لعنده تاني، وبينقلوه بسرعة على السرير، وبيقول يوهان لنفسه هو شكله أغمى عليه بسبب إنه حمل نفسه فوق طاقتها، وكيم بيخاف جدا على صاحبه وبيسأل يوهان لو هو كويس، فبيطمنه يوهان إيه اللي بيكون فاتح النظام وشايف فيه إن ميون بخير ونايم في سلام، وبيقول لكيم ما تقلقش هو هيرتاح شوية وهيبقى كويس جدا كمان، هو اللي حصل له ده بسبب إنه لسه ما اتعودش على قدرته الجديدة. بيطمن كيم وبيقول له الله يريح قلبك، بس يوهان طبعا مش هيسيبه كده، أي نعم واحد أغمى عليه بس التاني لسه، وبيقول لكيم هو أنت تقدر وأنت لابس الدرع دوت تلعب رياضة وتتمرن فتنس وبتنس وكده؟ بيتوتر كيم وبيتصدم من طلبه ده، لكن ما باليد حيلة بيوافق على طول وبيديله يوهان مهمة وهي 100 عدة ضغط و100 عدة قرفساء، وطبعا كالعادة انتوا عارفين المكافأة والعقاب هو ما بيتغيرش. المهم الواد كم الجحد الماحد بيقدر انه يعمل التمارين بالدرع بتاعه التقيل ده، انا ذات نفسي مش عارف هو عملها ازاي، واول ما بيخلص بيفرح جدا وبيقول لنفسه اخيرا انا خلصت يا انا يمه، ويوهان بيبقى مستغرب من قوة تحمله دي كلها، وبيقول لنفسه هو أكيد عشان في فريق البيسبول وبيلعب رياضة دايما عشان كده عنده قوة تحمل عالية واستثنائية، وبيجيب الواد كم آخره يا عيني وبيقول له انت عايز مني حاجة تاني؟ انا هروح اترمي على السرير مش قادر، فبيقول له يوهان لا خالص روح نام ونتقابل بكرة بقى. بيمشي كم وهو بيجرجر رجليه من على الارض مش قادر يمشي يا عيني، ويوهان بيحب يشجعه فبيقول له شكرا على مجهودك وتعبك النهارده، وبتيجي رساله غريبه ليوهان وهي رساله تقييم، فبيستغرب جدا من الرساله ديت وبيستنى يفهم ايه التقييم ده، ولما بيخلص التقييم بيتفاجئ بان النظام بيزود ليه قوته اكتر، وبيحس يوهان بالقوه بتدب في جسمه في ايديه، وبيقول لنفسه ايه الحلاوه والجمدان ده كله، ده على كده انا لازم اغير خطتي خالص. وبيخلص اليوم وبيجي اليوم الموعود وبيروحوا الشباب عشان ينقذوا ست ميول، وبنشوفهم بيجروا في الشارع وهم مرعوبين من الغيلان اللي بتجري وراهم، وبيتعصب كيم وبيفعل قدرة الدرع وبيفضل يقتل في الغيلان دي، لكن في جزء منهم بيهربوا منه وبيجروا ورا باقي الفريق، فبيتضايق كيم جدا ولسه هيجري وراهم بيلاقي ميون في ظهره وقام بالواجب معاهم وبيقول له ما تقلقش يا صاحبي انا معاك وعينك التانية، وطبعا الغيلان اول ما بيشوفوا قوتهم ديت بيطلعوا يجروا منهم الناحية التانية، لكن بيتصدموا بريتا بهيئتها الدبية في وشهم مستنياهم، وبتقدر انها تخلص عليهم وميون وكيم بيساعدوها، وفي اللحظه ديت بيوصل دونغ وبينادي على ميون وبيقول له ميون سيبك منهم واجري بسرعه على ستك، فبيقول له ميون عندك حق شكرا جدا ليكم يا اصدقائي، وبيستخدم مهارته وبيروح لسته، وطبعا يوهان بيكون قاعد مراقب كل اللي بيحصل ده، وبتيجي رساله ليه ان ميون كمل المهمه ودلوقتي هيتم تقييم المهام اللي عملها، وبيبعت ليه النظام رساله ان تم ايداع 132,966 يوان في محفظتك، وتم الحصول على مهارة الأيدي العليا لكل ركن من أركان البيت، فبيستغرب يوهان وبيقول هي الفلوس بقت مكافأة هي كمان؟ معنى كده إن المكافأة بتختلف من شخص للتاني، مكافأة كيم كانت زيادة في القوة، وميون مكافأته فلوس ومهارة، هي المكافآت توزيعها بيكون عشوائي هي كمان؟ ولا هم بيبعتوا المكافأة حسب صعوبة المهمة؟ بيبعت النظام رسالة ليه تاني إن ميون كمل المهمة وخلص كل المهمات اللي بعتها له النهاردة، ودلوقتي جاري تقييم المهام، تهانينا لقد فزت بالجائزة الكبرى وحصلت على مهارة جديدة. الواد يوهان وهو بياكل الاندومي كان هيقف في زوره من الصدمة، وبيشوف ان نقاط المهارة المتوفرة هي دي المهارة الجديدة،
وبيبقى مبسوط بيها يوهان جدا. نرجع تاني لميون اللي بيكون قدر أخيرا يوصل لبيت سته، وبيطلع يجري عليها عشان يشوفها، بيلاقيها نايمة في مكانها زي ما سابها آخر مرة ومشي فيها، وبيتوتر أكتر لتكون ماتت، وبيقرب منها وبيلمسها وبيحاول إنه يصحيها، ولحسن حظه إنها بتطلع عايشة لسه وبتمسك إيديه وبتقول له: هو ده أنت يا ميون؟ هو أنت جيت أخيرا؟ بيطير من الفرحة ميون، ومن كتر فرحته يا عيني بيفضل يعيط وبيحضن فيها وبيعيط، وبيفضل يشكر في يوهان جواه. وبتوصل رسالة ليوهان إن ميون وصل ولاءه ليك 100%، وبسبب إن ولاء ميون وصل ل 100% النظام بيكافئه وبيزود ليه عدد التابعين واحد كمان. بيفرح جدا يوهان وبيقول: إيه ده بجد؟ هو أنا أقدر أترقى في دي كمان؟ وبيفتح صفحة التابعين وبيبقى عايز يرقي ميون هو كمان زي ما رقاه، لكن يعني بيتصدم أول ما بيعرف الرقم اللي مطلوب لترقيته، اللي هو أصلا مش معاه منه غير 10% بس. أيوة زي ما جه في بالك يا أبو الصحاب، محتاج 100 مليون يوان عشان يرقيه. بيتساق من الرقم الكبير وبيقول لنفسه: أنا آسف بقى يا ميون، مش هقدر أرد ليك الهدية دي، بس أنا وعدك هديك مهام يومية كل يوم. وبيقطع تفكيره صوت الأسانسير وبيقول: إيه ده؟ مين اللي ممكن يجي دلوقتي؟ وبيستخدم مهارة العين المطلقة وبيشوف إن في بنت وولد شايلين كرتونة خرجوا من الأسانسير، وبيروح على بيت جون وبتفتح ليهم عيون وبتسألهم: أنتوا مين؟ بتسلم عليها البت وبتقول لها: أنا اسمي دارين وأخويا الصغير حمادة، واحنا جيرانكم عايشين في الشقة 1701. بتقول لها هيون وهي متوترة: أيوة عايزين إيه يعني؟ فبتقول لها دارين: الصراحة احنا جينا عشان نسألكم على حاجة معينة. فبتقول لها عيون: خير ايه هي؟ بتتوتر دارين وبتقول لها: الصراحة انا عارفة انه طلب بجح شوية، بس ممكن بعد اذنك استحمى عندكم؟ انا قلت المنهوة دي كلها شكلها جربانة. المهم بتحبط عيون وبتقول لها: تستحمي بس كده؟ بتقول لها: ايوه والله استحمى بس. فبتقول عيون في نفسها: الله يحرقك يا شيخة، وقعتي قلبي في رجلي، كل ده عشان تستحمي؟ ده انا افتكرتك سفاحه ولا غول متنكر مثلا. وبتقول لها في اللحظه ديت: ايوه طبعا اتفضلوا اعتبروا البيت بيتكم. فبيقول لها حماده: احط الصندوق ده فين؟ فبتقول له يون: ايه ده؟ بتقول لها دارين: دي حاجات بسيطه، شويه معلبات واكل مجفف، اصل مش هاجي استحمى عندك وايدي فاضيه يعني. بتضحك يون وبتشكرها. وبتشوف دارين الاقواس ومضرب البيسبول، فبتقول لها: ايه الاسلحه دي كلها؟ هم دول بتوع سكان العماره ولا ايه؟ فبتقول لها هيون: لا هم الصراحه مش بتوع سكان العماره، دول بتوع شويه شباب من مكان تاني، بس الظروف هي اللي جمعتنا بيهم. بص من الاخر دي حكايه طول شرحها ومعقده شويه. ونرجع لهيون اللي بيكون بيراقب كل اللي بيحصل ده، وبيقول لنفسه: شكلهم مش جايين وفي نيتهم حاجة وحشة، وعلى العموم أنا هبقى أنزل أشوفهم بنفسي شوية كده، في شوية أسئلة عايز أسألهم عليها، وبعدين أنا ممكن أخليهم ينفذوا مهمة جديدة وهي إنقاذ الناجين في العمارة التانية. وبيقطع تفكير رسالة من النظام مكتوب فيها: تم اصطياد النمر الأحمر بالمستوى 27، وتم إيداع تقريبا 40 مليون يوان. ما أنا مش كل شوية هقول لكم الرقم بالتفصيل يعني، ده بيكسب ارقام كبيره قوي يا عم الحاج، اوعدنا يا رب بشويه من دول. المهم تم زياده المهاره وتم الحصول على مهاره جديده. وبيتعب جدا يوهان وبيقول تاني: وبيفضل يصرخ من الوجع وعروق وشه بتبان. وبتظهر رسالة تانية إن تم استكشاف مواطنين لم تمنحهم الجنسية، هل تريد منحهم؟ فبيستغرب يوهان وبيقول: مين الناس دي؟ وجم إمتى دول؟ إيه يا سيدي منحهم وخلصنا. وبيطلعوا إنهم 10 أشخاص كمان، وبيوصل عدد المواطنين ل50 واحد. وبكده هتزيد نسبتك من الخبرة والفلوس اللي هتكتسبها من المواطنين بنسبة 100%. وبتتفتح ليه مهارة قوة الثقة لكل المواطنين. كل ده ويوهان بيكون موجوع وبيقول: مش مهم كل الكلام ده كله، المهم الشباب عاملين ايه دلوقتي، ولو في حد فيهم اتصاب ولا لأ. وبيفعل مهارة العين المطلقة وبيشوف ان ريت اتصابت، وبيشوف انهم عمالين يجروا من الوحوش، وميون شايل سته على كتفه وكيم شايل ريتا. وبيظهر قدامه مجموعة من الغيلان وبيحدف عليهم جون سهم، وبيتفاجئ إن السهم قتل الغول من أول ضربة. حتى هارين بتحس بحاجة غريبة حصلت لها، وهي إن جسمها بقى أخف عن الأول. ودونج كمان حس إنه بقى بيتنفس كويس ومش تعبان زي الأول. وبنعرف إن اللي حصل ده بسبب مهارة قوة الثقة اللي بتزود قوة كل واحد فيهم على حسب ثقته في يوهان. وبيشوف يوهان اللي حصل ده وبيقول لنفسه: معظم الفريق ثقتهم فيا 50% فيما فوق، فأكيد لما قوتهم تزيد بالنسبة دي كلها هيحسوا بالفرق في جسمهم. وميون كمان بيقدر يشوف كويس وبيفرح وبيقول: يوهان، كل اللي بيحصل ده بسبب قوة يوهان. وبتيجي رسالة ليوهان إن هارين وديدي حققوا الشروط عشان يبقوا تابعين، وبيعينهم على طول يوهان كتابعين ليه. وبنعرف إن هارين في المستوى 25 وقدرتها الاختراق.
أما ديدي في المستوى العشرين وقدرتها ضباب السموم، وأول ما بيتعينوا كتابعين بيحصل ليهم زي اللي حصل مع ميون، هالة بنور أزرق بتخرج من جسمهم وبتتحمس هارين وبتحدف سهم على الغيلان، وبتلاقي إن السهم بتاعها قدر إنه يخلص على أكتر من غول، وعلى طول يوهان بيديها مهمة اصطياد 10 غيلان بمهمة الاختراق لمدة 10 دقايق، والمكافأة تعزيز مهارة الاختراق، والعقوبة هي التعب. وبيدخل على مهارة ديدي وبيكون خايف من القدرة دي، لأنها برغم إنها قدرة كويسة جدا بس لو هي استخدمتها غلط ممكن تموت فريقها كله، فالأحسن إننا نأجل استخدامها دلوقتي. وبتجيله رسالة إن كيم كمل كل مهماته وتم تقييم المهمات اللي عملها، وبيستنى يوهان يحس بأي حاجة لكن مش بيحصل له أي حاجة خالص، وبيقول هي مش نجحت ولا إيه؟ يلا خلينا نبص كده بصة الأول على الناس اللي تحت. وبيشوف إن في ناس مخزنة مية وأكل في بيوتهم عشان ما يحتاجوش ليه، وبيقول ده العادي بتاع البشر. ومرة واحدة ملامح وشه بتتغير وبيطلع يجري وبيقول الدكتورة، لازم ألحق الدكتورة. وبنعرف في اللحظة ديت إنه شاف واحدة مغمى عليها على الأرض وعرف معلومات عنها من النظام، وطلعت في المستوى 26 ومستيقظة بقدرة الشفاء من الرتبة بي، وبتستخدم قدراتها العقلية في شفاء الجروح. وطبعا دي أكتر حاجة محتاجها دلوقتي لأن ريتا متشلوحة وكمان مش عارف باقي الفريق إيه اللي ممكن يحصل له. المهم بيروح ليها بنفسه وبيجري يفتح الباب بيلاقيه مقفول من جوه بالترباس، فبيستخدم المهارة اللي لسه أخدها جديد وهي الأيدي العليا على كل ركن من أركان البيت، اليد الخفية المطلقة. وبيتخيل إن الترباس مكسور فبتظهر في إيديه كماشة وبيقدر إنه يكسر الترباس فعلا، وبيدخل وبيطلع يجري على البت وبيفضل يفوق فيها بس مش بتفوق، وبيتخض وبيقول للأسف الوضع طلع أوحش مما كنت أتوقع. وبيفضل يبص حواليه وبيقول هو مفيش أي حاجة هنا ممكن إنها تساعدني، وهو بيدور بيلمح بعينيه إزازة مية فيها مية، فبيتصدم وبيقول ايه ده ليه كده، دي اكيد هي اللي عايزه تموت نفسها. مش مهم، المهم دلوقتي اني لازم الحقها قبل ما تموت. وبيفتح نظامه وبيقرر انه يديها مهمه وهي انها تتنفس مره واحده بس، والمكافاه هي انها تخف من اعراض الجفاف. وبيجيله بعدها تم اكتمال المهمه وتم خصم 10 مليون وان تكلفه المهمه دي. يا نهار زي بعضه، كل ده عشان ينقذها بس. وبتفوق البت اخيرا وبيقول لها يوهان انت كويسه يا انسه؟ بتقول له هو انت مين؟ فبيقول لها أنا يوهان جارك وفي الدور ال30. فبتقول له إيه وإزاي وصلت لهنا؟ فبيقول لها أنا لاحظت إن في حالة خطرة هنا عشان كده كسرت الباب ودخلت. بتفضل تعيط البت ويوهان بيقول لها مش وقته ده، الله يبارك لك يا لوجي، أنا محتاجك جدا دلوقتي، في واحدة زميلتي متصابة بجروح خطيرة جدا. بتتصدم البت وبتقول لنفسها إيه الراجل العبيط ده، هو عارف اسمي منين؟ وإزاي يطلب مني إني أساعده وأنا في حالتي دي؟ لا ثانية واحدة كده، الأهم من ده كله هو إزاي عرف إن أنا ممرضة أصلا؟ هو مش كان بيقول لي إنه جه هنا بالصدفة؟ هو مش باين عليه إنه شخص مش كويس، بس الاحتياط واجب برضه، خليني بس أسايره لما أشوف هو بيخطط لإيه. وبتقول له ماشي تمام، فين مكان الشخص اللي عايزني أروح عشان أعالجه؟ بيقول لها يوهان ثانية واحدة، وبيفتح نظامه وبيديها مهمة بالعلاج مدتها ساعة، وبيطلع عليها يوسفي من النظام وبيقول لها الأول كل ديت وارتاحي وأنا هجيب ليك الشخص المصاب لحد عندك هنا. بتتخض البت وبتقول لا ثانية واحدة، إيه اللي بيحصل ده؟ بيبتسم يوهان ابتسامة ثقة وغرور وبيقول لها هبقى أشرح ليكي كل حاجة بعدين لأن جسمك ضعيف جدا. وبيسيبها وبيمشي، وأول ما بيخرج بتمسك هي اليوسفي بإيديها بكل لهفة وبتقول هو ده بجد ولا أنا بحلم؟ وبتيجي رسالة ليوهان إن لوجي ثقتها فيك بدأت تزيد. وبيرجع يوهان بيته وبيكلم نفسه وبيقول مين يصدق إن كل ده هيحصل في لحظة كده، يلا هو ده القدر. ودلوقتي خلينا نشوف إيه اللي بيحصل. وأول ما بيفعل مهارة العيون المطلقة بيتصدم وبيقول إيه ده؟ إزاي؟ لا مستحيل. وبيتفاجئ إن في نمر أحمر عملاق عمال يجري ورا الشباب، والشباب ميتين من الرعب والخوف وبيجروا بكل سرعتهم عشان يهربوا منه، بس على مين يابا؟ ده نمر عملاق وسرعته رهيبة وفي لمح البصر بيبقى وراهم، لا ده كمان بينط عشان يهجم عليهم وياكلهم، وبألف هنا وشفا على قلبك يا عم النمور، ده ما ينفعش يتقال عليه غير كده. بيتخض يوهان وبيقول يا نهار مش فايت، هو كان فيه واحد تاني؟ طب ازاي؟ وبيشوف كل الفريق وهم عمالين يجروا مرعوبين، ومرة واحدة بتتلوح رجل ديدي وبتقع على الأرض، وبتترعب عليها هارين وبتقول لا ديدي لا، بس ديدي بتكون بنت مؤمنة وبتقوم تقف وبتستسلم لقدرها وبتقول كله رايح كله رايح. وعم النمر ما بيصدق وكان خلاص هياكلها عم يا نمر، ولكن في اللحظة ديت بتحصل المعجزة، والأكل بيختفي من قدام سنانه، أقصد ديدي بتختفي من قدامه، وده اللي بيسبب صدمة للجميع حتى للنمر ذات نفسه. وطبعا انتوا عارفين هي اختفت راحت على فين،
أيوه أيوه، برافو عليك، وعند عم يوهان الجاحد قدر على آخر لحظة إنه يستدعيها، وبيكلم نفسه وبيقول ياه ده أنا لحقتها على آخر لحظة، بس طبعا ما أقدرش أنكر إن بسببها قدرنا نكسب وقت ونعطل النمر شوية عن باقي الفريق. وبيقطع تفكيره النظام برسالة إن في مواطن محتاج ياخد الجنسية عشان يدخل، بيوافق يوهان على طول وبيطلع إن المواطن ده ست ميون، وبيكون ميون قدر يستخدم الانتقال الآني وجه لعند يوهان عشان يسيبها في أمان ويرجع لأصحابه، لكن يوهان بيصدمه بيقول له لا ما ترجعش ليهم، اصبر شوية عشان عايزك. بيتصدم ميون لأنه بيكون خايف جدا على أصحابه، لكن بيوافق على طول لأنه بيثق في يوهان. ويوهان الصايع بيستخدم مهارته وبيتخيل شكل حاجة شبه الكماشة، وبيقول لنفسه احنا لازم نصطاد النمر ده بطريقة معلمين محترفين. وبنرجع تاني لباقي الفريق وبنشوفهم لسه بيجروا بأقصى ما عندهم من النمر، لكن بيكونوا برضه مش لاحقين والنمر بيكون وراهم ومش هيسيبهم النهارده لما يحل بيهم كلهم. وهنا دونغ بتدب فيه الشجاعة والتهور في ذات نفس اللحظة، وبيقرر انه يعمل محاولة أخيرة وانه يهش النمر ده ويبعده عنهم بكرة البيسبول اللي معاه. انت بتهش قطة يا عم الحاج ولا ايه؟ وطبعا ده كان عبط وتهور منه، لأن الكرة ما فرقتش مع النمر وبيقدر إنه يتفاداها بكل سهولة، وبيكمل جري وراهم عادي. وبسبب وقوف دونغ عشان يحدف الكرة النمر قرب منه جدا وبيترعب دونغ وباقي فريقه، وبيقول لهم دونغ اجروا انتوا وادعوا لي بالرحمة يا شباب، وبيطلع يجري هو كمان في محاولته الأخيرة إنه ممكن يعرف يهرب من النمر ده، لكن للأسف النمر بيكون قريب جدا منه، وما فضلش بين دغ واسنان النمر غير كام سنتيمتر يا صديقي، وبتحصل له المعجزة زي ما حصلت معجزة مع ديدي. ما يوهان مش هينقذ النسوان بس يا صديقي ويسيب رجالته كده عادي، وبتظهر في اللحظة ديت الكماشة اللي كان متخيلها يوهان فوق دماغ النمر، والمرة ديت النمر هو اللي بيستغرب، لكن استغرابه دوت ما بيطولش، لأن يوهان بيقوم قفشه بالكماشة من رقبته وبيرفعه لفوق زي الذبيحة. وبتجري هارين عشان تطمن على دونغ فبتستغرب من اللي حصل للنمر ده، والأغرب بقى إنها بتجيلها مهمة من يوهان بقتل النمر. وبيكلمنا يوهان وبيقول أنا مش لازم أعمل كل حاجة بنفسي للآخر، لأن ساعات بيكون اللي هيعمله غيري هيجيب ليا فلوس أكتر بكتير من اللي هعمله أنا، ده طبعا لأن هارين لو قتلت النمر هتجيب ليه 4 أضعاف الفلوس اللي كان هيجيبها هو. بتتحمس جدا هارين وبتطلع سهمها وكوسها وبتستعد بكامل قوتها عشان تنتقم من النمر اللي طلع 3 ولا بلاش طلع عليهم القديم والجديد وسيب مفاصلهم وخلاص. وفي ثانية إلا ثانية بتكون هارين مخزوقة النمر حتة خازوق، وبتيجي رسالة ليوهان إن تم اصطياد نمر أحمر في المستوى 28 وتم الحصول على 63 مليون يوان، وبتجيله رسالة تانية إن تم زيادة ثقة دونغ وهارين وميون فيه، ورسالة أخيرة بإن تم وصول دونغ لمعدل الثقة المطلوب بإنه يكون تابع ليه أخيرا. شوف يا شيخ دونغ ده كان أول واحد عايز يقرب من يوهان ويبقى معاه ويحصل على القوة منه، بقى آخر واحد يحصل على القوة منه ويكون قريب منه كمان، وده كله عشان الطموح حلو ومفيش كلام، بس النية لازم تسلك شوية عشان الدنيا تبقى تمام التمام. المهم يعني يوهان بيفرح جدا بدونغ ده وبيقول أخيرا ده أنا كنت مستنيك من زمان يا أبو حميد. وبتنتقل بينا الأحداث لبعد شوية وقت وبنشوف لوجي بتعالج ريتا باستخدام مهارتها الجحدة وبتحاول تشفي جراحها الخطيرة، وبيبص يوهان عليها وبيقول ده أنا حظي حلو إني لحقت لوجي ديت قبل ما تودع. وبيبص لدونغ وبيقول هو إيه حوار النمر التاني اللي ظهر فجأة ده؟ بيرد عليه دونغ بإحباط وبيقول له شكل المنطقة اللي ساكنة فيها 6 ميون كانت منطقتهم اللي احتلوها، واحنا قدرنا نصطاد واحد منهم وما كناش متخيلين ابدا ان هيكون فيه واحد تاني. وبيكلم يوهان نفسه وبيقول انا كنت حاسس من الاول ان في حاجة غلط هتحصل، اصلها مش هتمشي بسهولة كده يعني، وبعدين في حاجة مهمة احنا ما خدناش بالنا منها، وهي ان المنطقة اللي ساكنة فيها 6 ميون ما كانش فيها اي غيلان خالص، وده بسبب انهم خايفين من النمور دي، وده طبعا لحسن حظها لانه لو كانت دخلت الغيلان المنطقه لكان زمان 6 ميون في ذمه الله. وبتجيله رساله بان لوجي خلصت مهمتها وبتاخد شويه فلوس كده من المهمه دي، اما لوجي فبتفرح جدا انها خلصت اخيرا وبتقول له انا خلصت اللي اتفقنا عليه، اقدر دلوقتي اني ارجع بيتي بقى. وبينط جون في الكلام وبيقول ليوهان ثانيه واحده بس، وبيبصوا له كلهم وهو بيكون متوتر وخايف جدا اصلا، وبيكمل وبيقول هو كل الموجودين هنا هيفضلوا في بيتي برضه؟ انا مش قصدي حاجه والله بس انت فاهم بقى. بيبص لهم يوهان بنظره حاده تخوف وربنا، وبيتوتروا وبيخافوا كلهم وبيقول لهم انا كنت كده كده ناوي اتكلم معاكم في الموضوع ده دلوقتي،
حاليا الشقة 2901 فاضية، وأنا هوفر لكم فيها الكهرباء والمية والأكل والشرب عشان تعيشوا فيها من هنا ورايح. وبيفرح جدا جون بالخبر ده، والباقي بيتكسفوا لأنهم بيحسوا إنهم كانوا تقال جدا عليه. وبيقول يوهان لحمادة: وأنت يا حمادة أنا هطلب منك طلب. الأوضة رقم 2102 و2101 اللي في الدور 21 فاضيين هم كمان، وأنا هشغل فيهم الكهرباء والمية، وعايزك تبلغ كل الناس إنهم يقدروا ياخدوا دش فيهم ويروقوا على حالهم. بيوافق حماد على طول من غير أي كلام، بس بيبان عليه التوتر هو وأخته. ويوهان الصايع بيفهمهم وبيقول لهم: تقدروا تختاروا شقة منهم ليكم انتوا من الاتنين، والتانية خلوها لكل الناس، الواسطة حلوة مفيش كلام. المهم بتتفاجئ رودي واخوها وبيبقوا مش مصدقين، فيوهان بيديها لهم في نص قلبهم وبيقول لهم: مش ببلاش يا عينيا منك ليها، كل حاجة وليها تمنها. أنا قلت من الأول أنت عيل خسيس. بتقول له رودي: وأنا مستعد أعمل أي حاجة تقول لي عليها. أي حاجة إيه يا بت بس؟ عيب، ده حتى أخوك إريال واقف جنبك. بس يوهان محترم يا جماعة وكل تفكيره شغل وبس. بيقول لها: أنا عايزكم تكونوا عصافير ومراسيل ليا، وتبلغوا كل الناجيين باللي اقول لكم عليه. بتتصدم رودي وبتقول له: مرسال؟ فبيقول لها: ايوه، انا عايزك تعرفيهم ان اول فريق هيقدر يصطاد 100 غول هنديله شقه كمكافاه ليه. وطبعا مش شقه حيطان وبس، دي هتكون شقه متجهزه من كل حاجه، ميه تلاقي، كهرباء تلاقي، غاز تلاقي، حتى الاكل الى ما لا نهايه. وحاجة تانية، لو كل أسرة قدرت إنها تستضيف 10 ناجين عندها هوفر ليهم نفس الميزات دي، بس ده طبعا على حسب سرعة كل واحد فيهم، هيتحدد الوقت اللي هياخد فيه الميزات كلها. يعني من الآخر بالدور يا فخري، والطويل ورا والقصير قدام. وبيتكلم نفسه يوهان وبيقول: من هنا ورايح اللي هيشتغل بكل إخلاص وضمير هو اللي هياخد مميزاتي. وبيفعل يوهان مهارته على الكل، إن كل واحد فيهم يصطاد 10 غيلان، والمكافأة جزء صغير من الخبرة، والعقوبة إنه هيتحرموا من الحموم والأكل والشرب. وطبعا أول ما المرسال بيوصل كل الناس بتتحمس وبيروحوا يصطادوا الغيلان. ومن ضمن الناس دي مجموعة شباب، وبيظهر شاب منهم وهو بيجري من الغيلان، والغيلان بتكون في ديله على طول. وكان في غول منهم هيمسكه خلاص، لكن الصايع بيقدر يهرب منه على آخر لحظة، وبيدخل الأوضة اللي فيها باقي فريقه وبيقول لهم: يلا بسرعة اقتلوهم دلوقتي حالا. وبيظهر 3 شباب واقفين مستنيينه، وبيرد عليه زميله وبيقول له: يا ابن الجحدة، ده انت جبت شوية حلوين من الغيلان المرة دي. وبيفضلوا كل الفريق يقتلوا في الغيلان دول بسكاكين رابطينها في عصيان مقشات يا ولود الصايعة، بس برضه الغيلان بتكون أذكياء جدا، وبيطلعوا يجروا ويهربوا منهم وبيقولوا: يا فكيك. وبيتحمس واحد منهم وبيقول لهم: تحبوا تشوفوا آخر مهارات الجحدة؟ استنوا هوريكم عرض مستحيل تنسوه. وبيرفع السكينة اللي معاه وبيفعل عليها مهارته وبيرميها ناحية غول منهم، وبتطير السكينة ديت زي الصاروخ، وبتقدر تخزوق الغول ده حتة خازوق. وبيفرح جدا وبيقول لهم: شفت الخازوق؟ ايه رأيكم؟ مش قلت لكم جامد؟ بيأكد التوأم على كلامه، وبيسألهم بعدها وبيقول لهم: انتوا اصطادتوا كام واحد؟ اول واحد بيقول له: 22. فبيرد عليه التاني وبيقول له: انا اللي كسبت، انا اصطدت 24 واحد. بيرد عليهم اللي مخزوق الغيلان اللي كان بيسألهم وباين عليه انه الزعيم بتاعهم، وبيقول لهم: يعني احنا التلاتة كده اصطادنا اكتر من 100 غول. بيستغرب واحد منهم وبيقول له: ياه، بالسرعة دي؟ ده انا كنت مستحيل اتخيل اننا ممكن نصطاد 100 غول قبل كده. وبيقطع كلامهم الواد اللي الغيلان كانت بتجري وراه، وبيكون متعصب جدا وبيزعل الزعيم وبيقول له: انت مش قلت لي انهم بالكتير 10 او 15 غول بس؟ بيبص له الزعيم بقرف وبيقول له: في ايه تاني المره دي؟ بينهار الواد وبيقول له: انت ما شفتش كل اللي حصل بنفسك؟ وهو انت شايف ان كل اللي جم ورايا دول كانوا 10 ولا 15 بس؟ ما الموضوع عدى على خير، وانت كويس زعلان ليه دلوقتي؟ وبعدين فكر في اننا هيبقى عندنا شقه لينا اخيرا. بيفضل يعيط الواد اكتر وبيقول له: ده انا كنت هموت النهارده بسببك. بيرد عليه الزعيم وبيقول له: انا جبت اخري منك يا ده انت. وبيتعصب اكتر وعروق وشه كلها بتبان وبيقول له: انا مش هعمل اعتبار من اللحظه دي انك اخويا الصغير، وهخرج عن شعوري. وبعدين مين برايك اللي اخترع طريقه الصيد دي؟ انا اللي حطيت الخطه، والاتنين التوأم هم اللي عملوا الاسلحه دي. انت بقى عملت ايه؟ حتى القتال ما عرفتش تقاتل زينا. انا ممكن عادي جدا اطلعك من الفريق، احنا كده كده مش محتاجينك معانا، هنقدر نكمل مهمتنا من غيرك. وبيتدخلوا الاتنين التوأم، كل واحد فيهم بياخد اخ بعيد عن التاني وبيهدوهم على بعض. وبيقول واحد منهم للزعيم: ما تقولش كده يا جان، امين برضه عمل دوره في الخطه كويس جدا، وما كانتش هتنجح الخطه من غيره.
لأنه أسرع واحد فينا. بيقول له جان وهو متعصب جدا: لا ما تدافعوش عنه، هو أصلا إزاي يتجرأ إنه يشتمني، ده فور دمي خالص. بيقول الواد اللي ماسك جان لأيمن: جان عنده حق يا أيمن، ما كانش يصح إنك تشتم أخوك الكبير، اعتذر ليه حالا يلا. بيرد عليه وبيقول له: خلاص ماشي، أنا آسف يا أخويا يا كبير. بيقول له جان: ودلوقتي يلا بينا على الدور ال21، محتاج أشوف شقتي الجديدة بأسرع ما يمكن. بيوصلوا هناك، لكن رودي بتقابلهم وبتقول لهم: أنا آسفة بس في فريق خلص المهمة قبلكم وخد المكافأة خلاص. ما بيبقاش جان مصدق اللي سمعه ده، ومش متخيل إن تعبه ومجهوده ده راح على الفاضي، وإن إزاي أصلا في حد لحق يصطاد 100 غول قبلهم. وبيقول لنفسه: ده أنا ضحيت بأخويا شوية كلاب عشان الشقة دي. وبيتعصب جدا وبيزعق في رودي وبيقول لها: ماليش فيه، أنا عايز شقتي حالا. بتبص وراها رودي وبتقول لهم: أهم جم في الوقت المناسب، أهم دول أول فريق قدروا إنهم يصطادوا 100 غول قبلكم. وبيطلع إن الفريق ده أخوها حمادة وجارهم. أموت أنا في الكوسة، المنهى دي مليانة كوسة. بيقول لها أخوها حمادة: الصفقة اتغيرت، إحنا اتفقنا مع يوهان إنه هيشغل الكهرباء والمرافق في شقتنا وشقة عم جيهو، وكمان هيعفي بناته من المهام. بتتصدم رودي وبتقول له: إيه؟ هما مش بناته صغننين وقصر؟ يعني المهام معمولة مخصوص عشان اللي زيهم. بيضحك عم جيهو ومراته بيقول لها: لا احنا بناتنا بالغين ومستنيين عدلهم يا اختي، بس هم يبان على شكلهم انهم صغننين عشان واخدين الميزه ديت من امهم الجميله اللي جنبي. يخرب بيت النفاق. وبتكمل الام وبتقول: وبما انهم طالعين لي فاكيد هيقدروا يستعملوا القوس زيي، بس للاسف ابوهم بيخاف جدا عليهم. بيقول حماده لاخته: اه صحيح، ازاي كنت هنسى، ده يوهان كمان قال انه هيدينا كل الاقواس والاسهم اللي هنحتاجها. بتتصدم روتي وبتقول له: ايه ده ليه، هو انت هتصطاد غيلان تاني ولا ايه؟ بيقول لها: ايوه، يوهان طلب مني اني اساعده في اصطياد الغيلان القريبه من البيت، لان للاسف الغيلان عاملين زي الدبان، مهما تموت فيهم بيجوا غيرهم تاني. بيتدخل جان في الكلام وبيقول لهم وهو متعصب: ثانيه واحده كده، انا سامع بودني ان في كوسه بتطبخ هنا، يا ترى عاملينها محشي ولا طبيخ؟ بيرد عليه حماده وبيقول له: لا عاملها طبيخ يا خفيف، وعشان كده طلب مننا يوهان انكم تطلعوا ليه الدور ال30 عشان تتغدوا معاه وبالمره تتكلموا على موضوع الشقه. والعيال ما بتصدق وطيران على الاسانسير، وهم هناك بيتكلموا وبيكونوا مش مصدقين ان الشخص اللي بيديهم كل الميزات دي شاب اصغر منهم. بيرد عليهم جان وبيقول لهم: هو انتم ليه دايما بتقولوا عليه الشخص، هو ملوش اسم ولا ايه؟ بيردوا عليه التوأم وبيقولوا له: احنا ما نعرفش اسمه، وبعدين احنا شاكين انه ممكن يكون حاكم ولا زعيم مافيا. بيكمل اخوه على كلامه وبيقول له: وبعدين ما تنساش انه شاب صغير، يعني ما عندوش خبرة في الحياة، وكل اللي عمله في حياته اكيد حاجات وحشة، بس قصدهم طش الشباب يعني يا صديقي. وبيتضايق ايمن من كلامهم ده وبيقول لهم: هو مش عيب اننا نتكلم على حد بالشكل الوحش ده، وخصوصا اننا تحت رعايته وحمايته، وبعدين احنا رايحين ليه عشان يساعدنا، يعني المفروض نطلب رضاه. بيتجنن جان من كلامه ده وبيتعصب اكتر ما هو متعصب، وكان هيفشخ ايمن لولا ان الاسانسير وصل للدور ال30 خلاص. فبيقرر انه يطلع غله كله على يوهان، وبيفضل يزعق وبيقول: هو فين، هو فين اللي عامل لي فيها سبايدر مان ده؟ لا لا ثانية واحدة كده، ده محمد هنيدي اللي كان بيقول كده. جان قال: هو فين، انا مش شايفه بس. وبيظهر في اللحظة ديت يوهان مرة واحدة قدامهم، وبيتصدموا اول ما بيشوفوه، وجان اللي كان عامل 7 ببعض بيجيب ورا، وبيروح يسلم عليه وبيقول له وهو متوتر: معاك اخوك جان اللي من الدور اللي تحت. بيسلم عليه يوهان وبيقول له: انا كنت مبسوط جدا وانا بشوفك انت وفريقك يا جان، بجد التعاون والاسلحه وخطتكم كلها كانت حلوه جدا. بيقول له جان وهو متوتر: ايوه وبعدين؟ فبيقول له يوهان: احنا هنشغل لكم الكهرباء وكل المرافق والاكل والشرب في الشقه رقم 1301 و1502. بيتصدم جان وبيقول له: ازاي هو ده ممكن انه يحصل؟ بيضحك يوهان وبيقول له: ايوه طبعا، اما ازاي بقى فدي مش شغلتك يا جميل، وبما انكم قدرتم تصطادوا ال100 غول زي ما اتفقنا، فانتم بقيتوا مؤهلين. صحيح انا مش زعيم مافيا ولا انا حاكم. بيتصدموا وبيترعبوا كلهم وبيبصوا لهم يوهان بصة خبث، وبيكمل وبيقول لهم: وبما انكم جيتوا لحد هنا وبنتكلم دلوقتي، فانا عايز اطلب منكم طلب. ويوهان الصايع بيحب انه يربيهم بس بالطريقة، وبيستخدم عليهم مبدأ كما تدين تدان، وبيخليهم كلهم يبقوا طعم الغيلان، ومش أي غيلان يا صديقي، دول عمالقة الغيلان. عشان تعرفوا دماغ الشاب الطايش عملت فيكم إيه،
المهم الواد جان بيحس أخيرا نفس اللي حس بيه أخوه وكان مستهون بيه، وبيكون ميت من الرعب وبيفضل ينادي على دونغ وهو مرعوب وبيقول له خلص عليهم بسرعة يلا. ودونغ الجاحد بقى في حتة تانية خالص من ساعة ما بقى تابع ليوهان، ده مش بس مستواه ارتفع وبقى في ال 33، لا ده كمان استيقظت عنده مهارة الرماية بالرتبة بيه، والطعن بالرتبة ايه، ولقبه بقى فارس. ومهارة الرماية دي بتخليه أي حاجة يحدفها قوتها تزيد 5 أضعاف الحدفة العادية، ومهارة الطعن بتخليه أي حاجة يمسكها عصاية بقى حديدة أي حاجة طويلة يبقى ليها سن زي السكينة وترشق وتتغلغل جوه الفريسة. يعني لو فكرت إنك تنشل لازم تنشل صح، اوعى تعمل زي العم سلطان. أما بقى لقب الفارس ده بيخلي كل قدرات جسمه وقوته تزيد حسب نسبة ولاءه اليوهان، وولاء اليوهان دلوقتي في اللحظة دي كان 78%، يعني قوة جسمه زادت بنسبة 78%، ده من غير قوة يوهان كان جامد جدا، ما بالكم بقى بالقوة الجحدة دي، ده بقى حاجة 13 خالص. وآخر ميزة ودي ليوهان إن الصيد اللي هيصطاده دونغ هياخد يوهان عليه 3 أضعاف مكافئته. نرجع ليهم من تاني وبنشوف الجاحد دونغ وهو بيحدف العصاية اللي معاه على الغول، وبيكون مديها له في نص صدره، ومن قوتها بتخرم الغول وبتطلع من الناحية التانية، وكل ده ومهارة الرمح عنده متفعلة بنسبة 11% بس، وإن كل ما يتدرب أكتر نسبتها هتزيد. قولوا بسم الله ما شاء الله بلاش حسد. المهم بقى إنه بعد ما قتل أول غول صاحب الغول حب ينتقم له وبيروح يهجم على دونغ، لكن دونغ مش بيديله أي ردة فعل وبيفضل واقف في مكانه ومش بيتحرك، وهوب مرة واحدة بيظهر سهم من وراه وبيرشق في نص دماغ الغول. اتاري دونغ الصايع مخبي البت هارين وراه وبتحدف السهم على الغول، واول ما بيقع الغول بيطلع دونغ عصايه كمان وبيفعل عليها مهارته عشان يخلص على اخر غول عملاق. والغول اول ما بيشوف كده بيترعب منه وبيكون عايز يهرب، لكن على مين يابا ما بيلحقش يلف حتى وبيلاقي رمح دونغ مصطاده زي صاحبه ومخلص عليه. وبيروح بعدها دونغ وفريقه على ال3 أشخاص اللي بيكونوا مستخبيين ومرعوبين من الغيلان، وبيطمنوهم وبياخدوهم على عمارة يوهان. وعند يوهان بقى بتجيله رسالة إنه تم اصطياد غول في المستوى ال19 وتم إيداع 1,000,000 يوان في محفظتك. إيه المبالغ الكبيرة دي يا عم الحاج؟ أنا نفسيتي تعبت وربنا من الأرقام دي، طب ادوني ربعها طيب. وآخر حاجة تم اكتمال مهمة اصطياد 100 غول، لسه ما بيلحقش يقول هيه بيوصل دونغ والناجين وبيبعت له النظام رسالة إن في مواطنين طالبين الجنسية عشان يدخلوا، وبيقول يوهان 3 أشخاص كده هيوصل عدد المواطنين ل 200 شخص، وبيوافق يديهم الجنسية، وبيبعت ليه النظام إن عدد المواطنين وصلوا ل 200 شخص فعلا، عشان كده هيتم فتح ميزة جديدة تحصيل الضرايب على كل المواطنين، واللي ميزتها بتضيف على كل شخص 10% من الفلوس والخبرة اللي هيحصل عليها ترجع ليوهان، بس مش هياخد حاليا حاجة منهم، هي هتتاخد من المهمات اللي هو هيديها لهم بعد كده، لكن عيبها انه مش هيقدر ياخد ال10% دول غير بعد 10 شهور. وبيفضل يوهان يحسبها مع نفسه وبيقول المهارة ديت عاملة بالظبط زي البنوك، بتفضل تديلك فايدة على الفلوس لكن ما تقدرش تسحب الفايدة ديت غير لما تعدي المدة المحددة. وللأسف أنا ما عنديش وقت أضيعه، أنا لازم أنقذ أبويا وأمي، وعايز أبعت دونغ وفريقه لنابو في أسرع وقت ممكن عشان ينقذوهم ويجيبوهم لهنا. ونابو ديت منطقة كده عندهم في كوريا زي المعادي عندنا هنا في مصر، وبيقول خليني بس الأول أوزع ال30% من الخبرة اللي أخدتها، وأول ما بيوزعها بتجيله رسالة من النظام إن تم رفع مهارته مستوى كمان، ووصل حجر الأساس للمستوى ال10 وحصلت على 3 نقاط مهارة جديدة. وبيحصل ليوهان نفس اللي بيحصل كل مرة لما مهارته بترتفع، بيتعب جامد جدا وبيحس بوجع جامد جدا في جسمه كله. والغريب بقى اللي بيحصل هو إن الحاجز اللي حوالين البيت بيوسع وبياخد مربع العماير كلها بحتة كمان من الشارع. وأخيرا بتجيله رسالة تهنئة من النظام وبيديله منحة 1,000,000,000 يوان هدية، يا لهو على الأرقام. وبيتم فتح وظيفة جديدة وهي البناء، فبيستغرب جدا يوهان وبيقول بناء، وبيفتح وبيلاقي انه يقدر يبني محطة طاقة شمسية وجيم ومحل وسوبر ماركت على الضيق كده للناس، وطبعا كل حاجة فيهم طالبة فلوس عشان تتبني. يعني محطة الطاقة الشمسية هتاخد 133 مليون يوان، والجيم 300 مليون يوان، والسوبر ماركت 220 مليون يوان تقريبا، وهيدوله صافي ربح في السنة الواحدة 30 مليون يوان. بيتسعد جدا يوهان وبيقول نعم يا ولاد النصابة،
يعني أنا أصرف فوق ال130 يوان وأنتم في الآخر تدوني 30 مليون في السنة بس؟ ده أنا على كده هابدأ أكسب في المشروع ده بعد 5 سنين عشان أكون قدرت أرجع فلوس اللي صرفتها. لا يا عم مش لاعب، في حاجات كتير جدا مهمة محتاجة الفلوس دي. يعني أبسط حاجة أنا أقدر أرفع بيهم مستوى دونغ هو الأهم بالنسبة لي دلوقتي. وبيتصدم وبيقول لا ثانية واحدة، في حاجة مهمة ما خدتش بالي منها. وبيفتكر رسالة المكافأة وبيكون مكتوب فيها مليار يوان منحة للبناء، يعني فلوس المنحة دي مخصصة للبناء بس. وبيدخل يتأكد بنفسه وفعلا اللي فكر فيه طلع صح. وبيضحك وبيقول لا كده الموضوع اختلف تماما، ده أنا أبني وأبني وأبني كمان وأعمل كام كوبري فوق المشروع. هو أنا دافع حاجة يعني من جيبي؟ أقصد من محفظتي، ما كله على حساب النظام. وعلى طول بيبني الطاقة الشمسية وهو بيعرف إنها هتخلص بعد 24 ساعة. وبيقول واحدة بس هتكون قليلة أوي لما أبني واحدة كمان. لكن النظام بيرفض وبيقول له ما ينفعش إنك تبني غير واحدة بس على كل عمارة. فبيقول خلاص تمام خلينا نفتح السوبر ماركت. وأول ما بيدوس عليه بيتفاجئ وبيقول يا حلاوة يا ولاد، ده الموضوع طلع أجمد مما كنت أتوقع. وبيعرفوا النظام ان السوبر ماركت ده زي اي سوبر ماركت تاني، انت اللي هتحط فيه المنتجات والناس تشتري اللي هي عايزاه منه بفلوسها، والفلوس دي هتضاف لحسابك انت، يعني من دهن وبتله يا صديقي. والاهم بقى انك مش شرط توصل الحاجات اللي بيشتروها الناس ليهم، لانهم بمجرد ما يشتروا الحاجه هتخرج من الشاشه وهتظهر قدامهم على طول. بيفرح جدا يوهان بالميزه دي لانهم كانوا بيتعبوا جدا عشان يوصلوا الاسلحه والاكل والشرب لكل الناس. وبيفرح اكتر وبيقول يعني مكسب مضمون وكمان هيدلع الناس ويريحنا على الاخر، 3 في 1 يا صديقي. وبما اني انا اللي هحدد سعر الحاجات اللي في السوبر ماركت فعادي ممكن اضيف عليهم نسبة صغيرة زيادة على الحاجات اللي هيشتروها. كل البشر واحد بيستغلوا وجود أزمة ويزودوا على بعض. يا ابني ارضى بنصيبك وقول الحمد لله. ملاليم ايه اللي بتفكر تلمها من الناس؟ انت واحد بتلعب في المليارات يا صديقي، عايز تزود عليهم بالفتافيت دي؟ المهم اول ما بيوافق على بنى الماركت بيطلب منه النظام انه يحدد مكانه ايه اللي هيتبني فيه. بيختار يوهان الدور الارضي عند الشقة 101، وانا متأكد انه اختار المكان ده عشان يعمره قبل ما تسكن فيه ارواح الناس اللي ماتت. المهم بيعرف ان السوبر ماركت هيخلص بناه بعد 48 ساعة، يعني يومين كاملين. واخيرا بقى الجيم ميزته بقى الجحدة ان اي حد هيتدرب فيه هتزيد نسبة قوة تدريبه بنسبة 200%، ولو اتدرب فيه حد مستواه 15 او اقل هتزيد نسبة قوة تدريبه ل 300%. بيتصدم يوهان وبيكون هيطير من الفرحة وبيقول انا كنت عارف ان اكيد فيه ميزة هتظهر هتخليني اقدر ارفع من قوة ومهارة الناس بدل الفلوس. وبيختار الدور التاني كله يكون مكان الجيم، وهياخد الجيم 3 ايام لحد ما يخلص. وبيبعت ليه النظام ان تم ارتفاع مستوى المتجر اللي عنده للمستوى الثالث، وتقدر تضيف فيه لحد 500 سلعة. ومش بس كده، ده كمان اتفتحت ميزة السلعة المتشابهة، ويوهان بيبقى مش فاهم او متأكد من الميزة ديت فبيدخل عليها. وبيتفاجئ لانه بيعرف بسبب السوبر ماركت اللي عمله انه هيظهر للناس كل حاجة بانواعها. يعني مثلا لو ضفت ازازة مية كبيرة هيظهر للناس ازازة مية كبيرة وصغيرة وكذا نوع ليها وهم يختاروا اللي هم عايزينه. مثال تاني على النودلز او الاندومي، لو ضفت اندومي بالخضار هيظهر للناس كل انواع الاندومي اللي كانت موجودة قبل كده بكل الشركات كمان. بيفرح جدا يوهان وبيقول ايه الميزة دي، ده جمدان الجمدان يا ابو عمو، واقدر اعمل من وراها فلوس حلوة قوي. ارضى يا بني ادم بقى. وبينتقل بينا المشهد لعند دونغ وفريقه واللي بيكونوا لسه بيصطادوا في الغيلان وبيظهر معاهم كم كمان. وبنشوفه وهو بيخلص على غول لوحده بالرمح بتاعه، وبعد ما بيقتله بيروح ياخد رمحه منه. وفي اللحظة دي بتيجي لدونغ فكرة مجنونة وبيقول لكيم هو ايه اللي هيحصل لو انا اخدت منك رمحك ده ورميته لبعيد؟ كيم بيبقى مش فاهم قصده ايه او بيفكر في ايه اصلا، وبيكون خايف جدا على الرمح بتاعه. ودونغ بيطمنه وبيقول له هاته بس عايز اجرب حاجة. وبياخده منه وبيفعل عليه مهارته وبيحدفه لمسافة بعيدة جدا. فبيتصعد كيم وبيتضايق جدا وبيقول له الله يخرب بيتك ايه اللي انت هببته ده؟ فبيقول له دونغ دلوقتي جرب انك تلغي استدعاء وتستدعيه من تاني. وبيعمل كده كيم وبيتفاجئ ان الرمح اختفى من مكانه وظهر في ايديه من تاني. وبيطير كيم في اللحظة ديت من الفرحة وبيقول لدونغ ايه الدماغ الجامدة دي؟ انت استاذ ورئيس قسم وربنا. دونغ بيقول له لا شكرا شكرا، لا تصفيق يا جماعة لا تصفيق.
وبتقطع كلامهم هارن وبتقول لهم وهي متوترة: إحنا لازم نمشي من هنا بسرعة، أنا ما بقاش معايا أسهم كتير. وبتخلص الجملة من هنا وبيظهر قدامها مجموعة كبيرة من الأسهم من هنا. يوهان فعل مهارته الجامدة يا جماعة، واللي جاي شكله خراب على الغيلان والوحوش. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا، وكمان وصلنا لآخر فصل منزله الكاتب، وأي فصل جديد زي ما وعدتكم هنزله على طول يا صديقي. بس خلي بالك إن دعمك دوت هو اللي بيشجعنا استمر، وإحنا داخلين على أيام مفترجة وممكن أدعي على واحد واحد فيكم لو ما عملتوش لايك. أنا بقول لكم أهو. وكل سنة وأنتم طيبين يا أصدقائي، وإحنا وصلنا دلوقتي ل 40 أخ وأخت في القناة. أنا بحبكم كلكم جدا جدا، وما تنسونيش بدعائكم في رمضان، وكل سنة وأنتم طيبين. وكالعادة قبل ما نقفل يلا بينا كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا السلام.